السلام عليكم. أنا إيمان عبد الحليم، والفيديو ده هيكون استكمال لسلسلة جيسوك المقدمة من سيرفر أكتيف كورسز. في الفيديو ده احنا معانا عبد الرحمن وزياد هيكلمونا عن تجربتهم في فيديو لان. أهلا بيكم يا شباب. أهلا. طيب في الأول حابين إنكم نتعرف عليكم أكتر. ممكن تبدأ يا عبد الرحمن. طب تمام، أنا عبد الرحمن صابر، متخرج من جامعة سوهاج. الميجور بتاعي كان في الإلكترونيكس والكوميونيكيشن مش كمبيوتر ساينس. أثناء الكلية كان أغلب اهتمامي كان بالكومباتيتيف بروجرامينج والكومبيتيشنز. كانت أول تجربة ليا مع الأوبن سورس كانت لما قدمت في جيسوك السنة دي. حاليا شغال كسوفت وير انجينير في نون. جميل. أهلا بيك. بس كده. ممكن تتفضل يا زياد. تمام. أنا زياد عياد، خريج كلية حسابات ومعلومات، جامعة الزقازيق، 25. وحاليا في ITI بروفيشنال بروجرام 9 شهور. برضه زي عبد الرحمن، أنا كان توجهي كومبيتيتيف بروجرامينج. أعلى حاجة وصلتها ACPC، بس عبد الرحمن وصل ICPC. وبالنسبة يعني للأوبن سورس، صراحة أنا كان عندي قبل كده تعامل مع الأوبن سورس، بس كأوبن سورس أورجانيزيشن كبيرة أو كود كبير إن أنا أشارك فيه. كانت جيسوك أول تجربة ليا. جميل جميل جدا. طيب احنا صح في الفيديو ده هنتكلم عن جيسوك، ولكن بنحب نسأل الأول انتوا قبل ما تقدموا في جوجل سمر فود كانت ايه الاكسبيرينس بتاعتكم؟ قلتوا ان انتوا كنتوا مركزين على البروبلم سولفينج او الكومبتيتيف بروجرامينج وكده، ولكن هل كان في حاجة تانية؟ هل كان في تراك معين بتذاكروه؟ كلموني اكتر عن الاكسبيرينس بتاعتكم قبل ما تقدموا. بالنسبة للكومبيتيتيف بروجرامينج، يعني معظم بيكونوا باك إند أو توجههم باك إند. ولكن أنا بالنسبة لي يعني كنت بحب أقول لنفسي إن أنا سوفت وير ديفلوبر، سوفت وير انجينير، اللي هو ما بحطش نفسي في مكان معين. أيوه، ممكن أكون أكتر بالنسبة للباك إند، يعني الحاجة اللي بركز عليها. ولكن كسوفت وير انجينير يعني كان عندي خبرات في حاجات كتير جدا. انا قبل جيسوك طبعا كنت دخلت انترن في شركه اسمها فوريو سويدن. كانت عباره عن اوتوميشن، يعني معظم تاسكات اوتوميشن. اكسبيرينس ما اعتقدش يعني في حاجه تانية. تمام، جميل جدا. أنا برضو حتى ما زي زياد برضو كان نقدر نقول 90% من اهتماماتي او وقتي عموما كان في الكومبيتيشنز وكده. بس بسبب ان طبيعه شغلي هي ناحيه الهاردوير اكتر، كنت مايل ناحيه الامبيدد. بس بعد كده في اخر سنه ابتديت اهتم بالباك اند اكتر. بس عموما برضه انا في كل الاحوال كنت بحاول اكون شخص جنرال، مش مقيد نفسي بتراك معين يعني. جميل. طيب ماشي. حابة الأول إنكم تكلمونا عن فيديو لان از اورج، اللي هو بشكل بريف كده هي ايه الاورج دي وبتعمل ايه. وبعدين ممكن نتكلم عنها من جانب جوجل سمر اوف كود. تمام. فيديو لان، في ناس كتير جدا عشان عارفه فيديو لان كVLC، اللي هو فيديو لان كلاينت، الابلكيشن المشهور عندنا عند معظمنا على الجهاز الكمبيوتر. لان كاورجنايزيشن هي بتهتم بالميديا ككل. عندهم زي ما عندهم لايف في ال سي للكلاينت، عندهم لايبرز تاني كتيره جدا بانواع كتير. عندهم مثلا لايب اعتقد اسمها DVD مثلا، دي لانواع كل الDVDs الديكودنج بتاعها. عندهم برضو لايبرري تانية اعتقد للفيديوهات بصيغه معينه تاني مش مشهوره، بس هم بيحاولوا يغطوا كل انواع الميديا، بحيث انه يكون لانهم اورجانيزيشن اوبن سورس، ان اي حد مش لازم يدفع فلوس عشان يشغل اي ميديا هو عايزه. جميل. طيب ممكن يا عبد الرحمن تكلمنا عنها من جانب جيسوك، اللي هو عادة ايه التك ستاك بتاعها، ايه الريكويرمنتس بتاعتها، اشكال البروجكتس فيها عاملة ازاي، قد ايه هي competitive و popular between الكونتريبيوترز المختلفين. فيعني حابين نسمع عنها اكتر من جانب جوجل سم اوف كود. تمام. وعموما لو بصينا على الكود بيس بتاعت في اغلب مشاريع فيديو لان او VLC بالتحديد، باعتبار ان هو المشروع الرئيسي في فيديو لان، هنلاقي ان اغلب الكود بيس مكتوب بالسي وسي بلس بلس. فبشكل عام لو حد يعني مهتم ان هو يكونتريبيوت في VLC، فاول سكيل لازم عنده يبقى عنده سي وسي بلس بلس سكيلز.
مش بنتكلم هنا ان هو لازم يكون حد يعني ادفانسد خالص في السي بلس بلس او السي او كده. يعني مثلا على سبيل المثال انا وزياد مثلا كانت السي والسي بلس بلس اللي كنا بنستعملهم في المسابقات كانوا كافيين بالنسبه لنا كبدايه ان احنا نعرف ندخل في الكود ونبتدي ان احنا نفهم وكده يعني. واغلب ده نفس تسنينا في يعني خلينا نقسم مشاريع بتبقى محتاجه في ال سي، بتبقى محتاجه سي وسي بلس بلس بس. وعم اعتقد مشروعنا ومشروع زياد كانوا من المشاريع دي. في مشاريع بتحتاج تكنولوجيا زياده عن السي او سي بلس بلس. ممكن مثلا لو شخص بيكونتريبيوت في الانترفيس بتاع في ال سي يكون كويس في كيو تي كيو ورك جي او اي ابلكيشن سي بلس بلس. لو الشخص ده بيكونتريبيوت مثلا في الانجن بتاع في ال سي نفسه من جوه، بيكونتريبيوت مثلا في الانكودرز والديكودرز، فهو محتاج يكون عنده نولج بحاجات ثانيه مثلا زي اوديو فلترنج او فيديو فلترنج او فيديو بروسيسنج وايمج بروسيسنج بشكل عام، حاجه زي كده. لو شخص مثلا بيشتغل مثلا على حاجه لو ليفل خالص في ال سي مثلا، ممكن يحتاج يكون كويس في الاسمبلي، هكذا يعني. بس بشكل عام لازم يعني يبقى كويس سي او سي بلس بلس. المشاريع اللي نزلت السنه اللي فاتت واغلب المشاريع اللي بتنزل بتبقى زي كده، بتبقى مثلا مشروع او اثنين مثلا او ثلاثه حتى بيبقوا محتاجين حد يبقى كويس في كيو تي عشان يمبروف الانترفيس بتاع في ال سي. مثلا مشاريع مثلا بتعمل حاجه في اللايب في ال سي، لايب في ال سي اللي هو ده الباك اند بتاع في ال سي مثلا، فانت محتاج تكون كويس في السي. مشاريع تانية مثلا ممكن بتعمل حاجات ليها علاقه مثلا بماك او اس اكتر، فانت محتاج مثلا بالاضافه للتكنولوجيا اللي بتستعملها محتاج يكون معاك ماك او اس اصلا عشان تعرف تديفلوب عليه اصلا، هكذا. جميل. طيب انا عايز اضيف حاجه على كلام عبد الرحمن. انه دلوقتي السبب انه الناس يعني هم بيحتاجوا حاجات كتيره في فرونت اند، انهم بيحاولوا يعملوا بي ال سي 4، لان الفيرجن الحاليه بي ال سي 3. بي ال سي 4 عباره عن انترفيس مختلف تماما. كل سنه بيكون في بروجيكتس كتيره جدا لها علاقه بالفرونت. من اللغات اللي بيستعملوها برضه هم بيستعملوا بايثون. في بي ال سي برضه بيستعملوا لغه لوا. وكان في مشروع السنه اللي فاتت عايزين يعملوا امبيدنج اكتر للغه دي في الستاك بتاعهم، يعني عشان لو حد عايز يستعمل اللغه في الديفلوبمنت بعد كده. يعني في بالظبط. بروجكتس كتير الفترة دي related بالفرونت علشان هما بيحاولوا يعملوا فيرجن جديدة ليها انترفيس مختلفة. اه بالظبط. تمام مظبوط. كان في برضه وحتى من الان في ضمن مشاكل البروجكت. يعني. اه وحتى بغض النظر عن في ال سي، كان في بروجكت كان نازل في السنه بتاعتنا، ما كانش ليه علاقه بفي ال سي اصلا. كان هم بس كل فكره عايزين حد يمبروف الكراش ريبورت بيج بتاعتهم، كانوا محتاجين حد كويس في جو وفيو جي اس. فده ستاك اصلا ملوش اي علاقه باغلب المشاريع بتاعت في ال سي. هو عادة بينزل كام بروجكت وكام بروجكت بيكون accepted وكده؟ على حسب يعني. لو البروجكتس اللي كانت قدامنا في الابلكيشن فيس كانت عددها كبير جدا وكانت متقسمه لكذا حاجه. يعني مثلا بروجكت في الريبو بتاعت في ال سي نفسها، بروجكت في ريبوس ثانيه زي لايب كلاود مثلا. لايب كلاود ده زي بروجكت بينتجريت مع الكلاود زي جول درايف او يوتيوب او ما إلى ذلك. كان في بروجكت ثاني مثلا مشاريع مثلا كان ليها علاقه بانك لايب دي في دي مثلا، ده زي اللايبرري مسؤول عنها بتسهل التعامل مع ملفات الدي في دي والحاجات الى ذلك. مثلا في ال سي اي او اس هكذا. كان بيبقى في مشاريع كتيره، بس اللي اتجبلوا في الاخر او مش اللي اتجبلوا، اللي في ناس اتجبلت فيهم كانوا حوالي 17 بروجكت، وده عدد كبير بالمناسبه. هو فعلا ده عدد كبير يعني ضخم مقارنة بباقي الأورجس، غير لو هي امبريلا أورج، بس هي غالبا مش امبريلا صح؟ اعتقد يعني احنا ممكن نسميها امبريلا طبعا. تمام اوكي. بالظبط يعني. لان اصلا الناس بتختلط بين فيديو لان وبي ال سي. بي ال سي ده احد مشاريع فيديو لان، مم. اللي هو اللي كان في مثلا البترات والفوتوشوب. لكن هم برضه تحت الاورجنايزيشن عندهم، على سبيل المثال بي ال سي اندرويد عندهم لايبرز كتير جدا مختلفه مالهاش علاقه ببي ال سي، حتى مش موجوده في بي ال سي. طب قد ايه الأورج دي competitive ان الواحد يقدم فيها؟ يعني كنتوا بتشوفوا مثلا عدد الكونتريبيوتورز المهتمين بيهم حوالي قد ايه؟ مستواهم يعني مستوى الناس اللي بيتقبل. يعني انا مثلا كان ليا تجربة كان في أورج معينة كان الناس اللي بتتقبل اغلبها مثلا معاها ماستر او خلافه في الأورج في فيديو لان الدنيا ماشية ازاي. فقد ايه الأورج competitive؟ اعتقد ممكن الموضوع ده بيتوقف على حسب البروجكت نفسه. لو البروجكت جذاب، التكنولوجيز اللي فيها سهله،
اي حد بيقدر انه او ناس كتير عارفاها، فالبروجكت ده هيكون كومبetitive اكيد. ايوه. مثلا على سبيل المثال، لو انا فاكر كان في البروجكت بتاع كلاود انتجريشن، كانوا عايزين VLC تقدر تنتجريت مع الكلاود درايف او ما الى ذلك، وتقدر انك تعرض الداتا عندك على VLC، الداتا الموجوده عندك على الكلاود. فكان كل الفكره ان في اصلا زي ريبو اصلا في الفيديو لان بتعمل الكلام ده، وانت كل الفكره انك انت هتنتجريت من VLC مع الريبو دي. فكانت كل السكيلز المطلوبه في المشروع ده كان C++، وفي نفس الوقت كان المشروع كان يعني جذاب، يعني انت هتعمل حاجه فعلا يعني ليها معنى. فكان في كومبيتيشنز عاليه. لكن على سبيل المثال مشاريع ثانيه، بنتكلم عن سمبل اللي هو ايفكس وفيكتورايزيشن والكلام كده، فكان الناس اللي عندها سكيلز في حاجه زي كده كانت عدد قليل شويه. برضو كان في بروجكت برضو عنده هاردوير كويس يعرف تيست عليه الفيتشرز اللي بيكتبها. فالموضوع بيتوقف بشكل اساسي على البروجكت. في بروجكت بتبقى جذابه للناس، وفي بروجكت محدش بيقدم عليها اصلا. جميل. تمام. انا عايز اضيف بس على كلام عبد الرحمن بالنسبه للاورجنايزيشن هي كومبتيتيف ولا لا. حابب اقول ان الفيديو لان مش من competitive، مش من الاورجنايزيشنز اللي عليها منافسه كبيره يعني. وده كان باين من اول يوم ما دخلت تشانل IRC للاورجنايزيشن، ما كانش عليها تفاعل. كان دي الطريقه الوحيده للتواصل، او ان الناس انك تتكلم مع الديفلوبرز اللي شغالين على البروجكت ده. ما كانش في سيرفر ديسكورد، هو في سيرفر ديسكورد بس موجود للناس اللي بتتقبل بعد كده، ولكن التشانل الوحيده للتواصل كانت قبل ما حد يتقبل كانت IRC، ما كانش عليها اي تفاعل. فانا يعني قلت كان في تفاعل طبعا، بس كان نقول مستوى متوسط يعني. فانا فهمت من كده ان الاورجنايزيشن دي المنافسه عليها مش زي الاورجنايزيشن الثانيه، مش زي بوست جريس مثلا او بروميوم. وده فعلا كان واضح. فممكن اقول ان الفيديو لان كمنافسه هي تحت المتوسط بشويه. جميل. انت بتقول تشانل IIC، هي دي على بلاتفورم ايه؟ عشان انا مش واصل لي. IRC دي بروتوكول تواصل معاق من ايام الهكسوس حرفيا. اوكي. هو عباره عن سيرفر. انا هشرح البروتوكول شغال ازاي. هو عباره عن سيرفر، انا بكونكت للسيرفر ده وبشوف الرسائل. انا لو عملت ديسكونكت الرسائل ما بتوصلنيش، لازم اكون اونلاين عشان الرساله اللي تتبعت اشوفها. عشان كده في مواقع كتير جدا بتدي خدمات الكلاينت دي، ولكن ممكن نحمل اكتر من كلاينت. في كلاينتس على ال على الويندوز. انا مثلا لما حبيت ادخل IRC حملت كلاينت على اسمه اعتقد ليجون، على لينكس. كان دوكر ايمج واشتغلت عليه. تمام. وبالنسبه للIRC ده يعني نسبه كبيره جدا اي اورجانيزيشن هتبص عليها هتلاقي IRC شانل. اوكي. دي معلومة الحقيقة انا اول مرة اعرفها. يعني عادة الاورجانيزيشن اللي كنت ببص عليها كانت ارخمهم عندهم سلاك يعني. بس تمام. لا سلاك ده تقدم يعني. اوكي، واضح ان احنا هنتكلم كتير في حتة الكوميونيكيشن دي. طيب ماشي، خلونا نبدأ نتكلم عن مرحلة التقديم. مرحلة التقديم على اي اورج في جوجل سمر اوف كود عادة بتبقى 3 مراحل: مرحلة اختيار الاورج نفسها، ومرحلة الكونتريبيوشن، واخر مرحلة بتكون مرحلة البروبوزل. هنبدأ بمرحلة اختيار الاورج. عايزاكم تكلموني رحلة اختياركم للأورج كانت ماشية ازاي، بما ان يعني السنة اللي فاتت كان في قرابة 180 اورجانيزيشن وخلافه. فكنتوا بتسيرشوا على الاورجانيزيشنز ازاي، ايه المتركس بتاعتكم، ووصلتوا لحد فيديو لان ازاي؟ تمام. انا بالنسبه لي، انا اول ما قررت ان انا هدخل في جي سوك فتحت الاورجانيزيشن. قلت اشوف ايه الاورجانيزيشنز الموجوده اللي ممكن واحد يشارك فيها. طبعا انا كاول مره اشارك اوبن سورس كونتريبيوشن في اورجانيزيشنز كبيره، فما كنتش عارف يعني، كلهم بالنسبه لي حاجه جديده. بس كالعاده او كاي شخص هيفتح الاورجانيزيشنز في اورجانيزيشن معينه هو بيحس ان هي دي. ودي الاورجانيزيشنز الكبيره عامه. فانا الاورجانيزيشن الكبيره اللي قلت هي دي كانت كان عندي اختيارات يعني، بس لما شفت كروميوم قلت انا هدوس في كروميوم. صراحه لما شفت الموضوع صعب ازاي بعدين، كان طريقه التمبلت او البروجكتس عباره عن جوجل سلايدز. فانا لما دخلت لقيت ناس كتيره جدا فاتحه السلايدز معايا. ولما شفت البروجكتس يعني كانت بروجكتس صعبه، عايزه حد عارف كوره، او حد عارف المشروع ده شغال ازاي من بدري يعني. فقلت لا نسيب ده شويه على جنب. ما شفتش الاختيار ده يعني، قلت اسيبه شويه على جنب لحد ما اشوف شويه الاورجنايزيشنز. لحد صراحه ما شفت فيديو لان انا كفيديو لان كيوزر مش كديفلوبر، انا بحب فيديو لان جدا يعني، من الحاجات اللي عادي.
فدخلت شفت فيديو لان، شفتهم بيعملوا ايه البروجيكتس اللي عندهم، فقلت خلاص انا هكمل في فيديو لان. بدأت بقى بعد كده ان انا احمل الكود بتاعهم واشوف المشروع ده شغال ازاي. جميل، بس انا كنت عايزة اعرف اكتر يعني. انت دخلت على كروميوم وكام اورج تانية وبعدين فيديو لين، هل كنت بتستكشف ال 180 organization فوصلت لا 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 لا، انا في الاول كشخص بيختار اورجانيزيشن، انا كنت ببص لنفسي كيوزر، لان انا ما ينفعش اروح مثلا لحاجه انا عمري ما استعملتها كيوزر اقول انا عايز اشارك فيها، عايز اكونتريبيوت. الموضوع هيكون صعب، لان قبل ما الواحد يبدا يعمل اي حاجه او تطوير او يضيف لابلكيشن لازم تكون عارف الابلكيشن اللي موجود فيه اصلا، مش كديفلوبر كيوزر. فانا كنت بشوف الاورجانيزيشنز اللي انا عارفها، الحاجات الفاميليار بالنسبه لي. جميل. تمام، اوكي. ممكن اسأل البروسيس دي خدت منك وقت قد ايه من ساعة ما بدأت بحث لحد ما استقريت؟ والله بالنسبه لي ما كانتش فتره طويله يعني. بصراحه كان فتره جيسوك دي ما كنتش واخدها كتحدي بالنسبه لي ان انا عايز اقابل جيسوك، كانت حاجه انا بجرب فيها مش اكتر. فاختيار الاورجنايزيشن بالنسبه لي كان اعتقد خلال 3 ايام انا قلت هقدم في فيديو لان. ممكن لو شخص تاني بالنسبه له الموضوع مهم جدا، هو انا عايز اشارك في فيديو لان او شيء رئيسي بالنسبه له، الموضوع ده ممكن ياخد منه على الاقل اسبوع. تمام، جميل. ممكن تفضلي يا عبد الرحمن. الى حد ما انا كانت تجربتي مشابهه لتجربه زياد. انا لما قررت ان اساهم في اوبن سورس كنت مقرر ان انا لازم الاورج دي تبقى تستعمل سي وسي بلس بلس بشكل رئيسي، بسبب ان سي وسي بلس بلس هم اكتر لغتين انا كويس فيهم بسبب المسابقات وكده. انا مش كويس في بايثون، مش كويس في جافا سكريبت، فما كنتش اروح ناحيه اورج بتعمل كده. وبرضه كنت وقتها كنت حاطط عيني على فيديو لان واف اف ام بيج، واورج ثالثه كانت اسمها سي جي اي ال. دي اورج، دي عباره عن لايبرري بسي بلس بلس في الكمبيوتيشنال جيومتري. كنت حابب الموضوع ده جدا بسبب ان انا كنت كويس في الجيومتري اصلا، كنت شايف ان انا يعني هستمتع في الكونتريبيوشن معاهم. بس حصلت ان انا كنت في نفس الترم في الجامعه اخدت كورس انفورميشن ثيوري. كورس الانفورميشن ثيوري ده حببني، كان انتروداكشن في موضوع انك انت تكمبرس فيديو، انك انت تكمبرس صوره، او انك تكمبرس اوديو او كده. فالموضوع ده حبيته شويه. وبرضه انا كنت بستعمل اف اف ام بيج. وقتها اول اورج رحت لها كانت اف اف ام بيج، حاولت اتكلم مع ناس هناك كده بس للاسف ما كانت الدنيا عندهم ما كانتش في احسن حاجه، كان في مشاكل شويه بين الكونتريبيوترز نفسهم وكده، فما كانتش بيئه كويسه إن حد لسه بيبدا زي يروح هناك. معلش، فيديو لان سؤال اه سريع. مشاكل بين الكونتريبيوترز اللي هو من ناحية ايه؟ التواصل مثلا ولا من ناحية ايه؟ نقدر نقول مواضيع سياسيه اكتر، يعني مثلا كانوا معترضين على الاشخاص اللي هم في التكنيكال كوميتي وما الى ذلك، وكانت الميلنج ليست كانت كلها بتبقى خناقات، يعني حرفيا ما كانش فيه باتشز او بي ارز بتتعمل، لا هي كانت خناقات بس حرفيا. فدي في الفتره اللي رحت فيها، فما كانتش يعني ده كان مؤشر يعني ان انا ما ينفعش اكمل في الاورج دي. وفعلا الاورج دي في الاخر بسبب الموضوع ده نزل 6 مشاريع بس واتقبل منهم 3 بس في الاخر. فيعني كانت حاجه، والثلاثه دول اصلا يعني منهم واحد كان اتقبل في نفس الاورج قبل كده السنه اللي فاتت واتقبل تاني. فاحنا لو بنفكر في الناس اللي هي دخلت جديده في الاورج ده هم حرفيا 2 بس. وقتها رحت الفيديو لان، فيديو لان ميزته ان هو بيستعمل اف اف ام بيج، واغلب المينتينرز الاف اف ام بيج هم مينتينرز في فيديو لان برضه. حتى في الاي ار سي تشانل اللي اتكلم عنها زياد، برضه الممبرز المشتركين ما بين الاثنين اي ار سي تشانلز كتار جدا يعني. فرحت في فيديو لان، شفت المشاريع اللي كانت عندهم. اول مشروع لفت نظري مشروع الانتجريشن مع الكلاود. رحت اتكلمت مع المنتور اللي هو في المشروع ده، وبدات من هنا يعني ان انا كونتريبيوت في فيديو لان. يعني نقدر نقول ان المترك بتاعك كانت حاجة بتستعمل سي و سي بلس بلس، لكن المترك بتاع زياد كان حاجة هو بيستعملها وشيء حاسس انها مش competitive قوي. كده مظبوط؟ بالظبط، بس انا بالنسبه لي ان انا اكون يوزر للحاجه دي يعني نمبر 1 بالنسبه لي يعني. اوكي. طيب احنا اخترنا الأورج في تحتها مشاريع كتير، استقرينا على اختيار المشروع ازاي؟ انا بالنسبه لي اول حاجه قلت دي كويسه، هو برضو مشروع الكلاود انتجريتنج اللي عبد الرحمن اتكلم عليه في الاول. واعتقد اي حد، وانا عارف حد تاني برضو كان داخل بص على الاورجنايزيشن كان اختار المشروع ده، لانه مشروع ممكن نقول انه يعني هيكون له امباكت كبير جدا في فيديو لاب.
ولكن لما شفت باقي المشاريع انا عجبني جدا المشروع اللي انا اخترته، هو كان انتجريتنج للراديو في فيديو لاب. قرأت اكتر عن الموضوع، وكان هم ضايفين سيرفيس اللي المفروض نعملها انتجريتنج. دخلت شفت السيرفيس وجربت الاي بي اي. ويعني استقريت على المشروع اكتر لما انا عملت زي بروتوتايب كده وبعته للمنتور قبل اي حاجه، بعته له على الايميل، فهو عجبه يعني البروتوتايب، فقلت خلاص انا هكمل فيه. انا عايزة اسأل هنا، انتوا كنتوا بتفهموا اصلا المشاريع دي بتعمل ايه ازاي؟ يعني هل دي كانت حاجة سهلة بتفهموها من التايتل، ولا لا انتوا كنتوا بتحتاجوا تعملوا بحث اكتر هكذا يعني؟ هو مشاريع فيديو لان ما بتكونش فيها ديتيلز كتير جدا. هو مثلا هيدلاين احنا عايزين نعمل حاجه معينه في فيديو لان، ما بديش تفاصيل كتير جدا. المشروع بتاعي مثلا كان قايلين ان هم عايزين يضيفوا راديو فيديو لان بموقع تاني اسمه راديو براوزر دوت انفو. اللي انا عملته ان انا قبل ما اشوف كود فيديو لان شغال ازاي اصلا، رحت فاتح كود سي، وبدات اشتغل على السيرفيس اللي هي راديو براوزر. لما ظبطت الدنيا وفهمت الاي بي اي ممكن يشتغل ازاي، بعد كده يعني جات لي فكره في دماغي ان الحاجه دي لو ضفناها في فيديو لان هيكون شكلها ايه بالظبط. واللي انا توقعته هو بالفعل اللي انا عملته في المشروع ده اللي كان مطلوب. جميل. طيب عندك حاجة تضيفها يا عبد الرحمن؟ نفس الفكره، انا كنت برضو اول مشروع لفت نظري كان انتجريشن مع الكلاود. بعد كده بغض النظر اصلا ايه المشروع اللي انت هتكمل فيه في ال سي، فانت لازم تكومبايل الفي ال سي بكل الموديلز بتاعته. ده اول حاجه بتطلب منك هناك. فانا قعدت اول اسبوع بتواصل مع المنتور، ان كنت بكومبايل البروجرام بس مش بكل الموديلز، مش بكل الثيرد بارتي موديلز وهكذا. فده اللي كان اول اسبوع تواصل بينه وبين المنتور. بعد كده حسيت المشروع الانتجريشن برضو في ناس كتيره عايزه كونتريبيوت فيه، وانا ففكرت طيب لو في بروجكت تاني ممكن كونتريبيوت فيها هيبقى احسن من ان انا ادخل في السباق ده. كان في بروجكت تاني، انا برضو من الكريتيريا بتاعتي في المشاريع بتاعت فيديو لان ان البروجكت يكون محتاج سي وسي بلس بلس بشكل رئيسي. لو هو بيحتاج تكنولوجي او سيري او حاجه زياده انا مش عارفها، فانا يعني محتاجها اصلا. يعني ما فيش انك انت في الكوميونتي بوندنج مثلا بوريود انك انت تتعلم التكنولوجي دي، فلا ما كنتش بدخل في البروجكت ده. فبروجكت تاني لفت نظري كان ليه علاقه بالامبيدنج بتاع الميديا بلاير، انك انت الميديا بلاير هتعمل له امبيدنج جوه ابلكيشنز ثانيه. بس ده كان بيستعمل حاجه اسمها ويلاند بروتوكول. ما كنتش عارف حاجه عن ويلاند خالص وقتها. ففتحت الدوكيومنتيشن بتاع البروتوكول، بدات العب بيه باكواد سي، اكتب اكواد سي بسيطه بتستعمل البروتوكول ده، ترسم صوره على الشاشه، ترسم تشيس بورد، ترسم حاجات كتيره لحد ما حسيت ان انا فاهم البروتوكول ده بيعمل ايه على الاقل. وقتها بدات ان انا اتكلم مع المنتور ان انا عايز اعمل البروجكت ده. تمام، جميل. انت بتقول ان كنت بتستهدف حاجة فيها سي سي بلس بلس وما فيهاش تكنولوجيز تانية. هل اصلا في فيديو لان، يعني انا من تجربتي ومن اللي كنت بشوفه، كانوا هما ممكن يكونوا كاتبين الريكويرمنتس او التكنولوجيز بايثون، وهما محتاجين بايثون وكل اللايبريز بتاعت الماشين ليرنينج والديب ليرنينج وخلافه، فالريكويرمنتس بتاعت فيديو لان عادة بتكون دقيقة. هي في حالتها ما كانتش دقيقه، انك انت لازم تكون عارف ويلاند بروتوكول. فبس هو الفكره طالما هو كتب سي من ضمن السكيلز بتاعت البروجكت، فهو متوقع ان باقي السكيلز الثانيه اللي هو ما ذاكرهاش ممكن تتعلمها في وقت الكونتريبيوشن، في وقت اللي هو الكودينج بيريود. مم. طب مرحلة اختيار الاستقرار على البروجكت وكده، دي خدت وقت قد ايه؟ هو الفكره بشكل اساسي كان اللي اخذ وقت اكتر كان موضوع الكومبيليشن بتاع في ال سي، وان احاول ان انا اعمل اي بي ار تتقبل في البروجكت. مم. بحس الهدف من الموضوع ان انا اعمل بي ار ده ان انا ابرهن ان انا كويس في جيت وجيت هاب او جيت لاب عموما، وان انا بعرف اتعامل، بعرف امشي في الكود وكده. فده اللي اخذ وقت اكتر. موضوع ان انا اختار البروجكت ده كان اثناء ما انا بعمل كده، وانا زي ما قلت استقريت في الاخر على البروجكت الاخير ده لان هو كان محتاج سي وسي بلس بلس من غير اي تكنولوجيا ثانيه. فبس انا اتكلمت مع المنتور وقلت له ان انا مسكت البروتوكول ده، فهمته بيعمل كذا كذا كذا، وحاسس ان انا ممكن اعمل البروجكت ده. فبيطلب مني بعد كده ان انا ادخل في مرحله البروبوزل، انه خلاص يعني نكتب بروبوزل وهنشوف الدنيا.
جميل. طيب احنا ممكن نبدأ دلوقتي في المرحلة التانية وهي مرحلة ال contribution. يمكن اللي أنا فهمته من كلامك يا عبد الرحمن إن أنت خلاص استقريت على الأورج، فرحت على طول بدأت إنك أنا عايزة build البروجكت وعايز أعمل contributions من قبل أصلا ما تختار البروجكت. فعايزاك تكلمني أكتر عن مرحلة ال contribution دي. عملت بي ارز قد ايه؟ البيلدينج انت اتكلمت ان البيلدينج ما كانش اسهل حاجة، خد منك وقت قد ايه؟ إيه المشاكل اللي قابلتك فيه وما الى ذلك؟ تمام. بالنسبه لاول حاجه بدات اعملها هو ان اكمبايل البروجكت. ده اخذ مني تقريبا 4 ايام او 3 ايام. انا اول ما بدات فيه كنت عملت كومبايليشن وفعلا كومبايلد وبعت للمنتور سكرين شوت وهو كومبايلد. بس قال لي لا، انك انت اغلب اللايبريز بتاعت المالتي ميديا ما تعملهاش كومبايليشن. ممكن في ال سي يشتغل معاك بس مش كل اللايبريز معمول لها كومبايليشن، لان في ال سي بيلود الموديول في اثناء الران تايم. مش شرط ان كل الموديولز يبقى اتعمل لها لودنج لما الانترفيس بتاع في ال سي بيظهر. فبدات من هنا ان انا احاول ان انا اديبج الموضوع شويه، وهذا ده اخذ مني 3 ايام تقريبا او 4 ايام. موضوع ان انا كونتريبيوت في ال سي نفسه، في البدايه انا كنت ماشي في سكه غلط. كنت بمسك مبدئيا ما فيش حاجه في فيديو لان اسمها فيرست تايم ايشو او بيجنر ايشو او كده، او حتى هي لما مكتوب على بيجنر فما بتبقاش في الغالب بيجنر جدا يعني. الايشوز ما بتبقاش سهله بصراحه. فالحل اللي كنت بعمله ان انا اطلع اي حاجه، اي بجايه ممكن اطلعها في الكود بيز واصلحها. في البدايه كنت ببدا باللي هي الحاجات اللي مكتوب عليها كومنت تو دو، بس للاسف دي ما كانتش برضه بدايه سهله. ان هي معنى ان هي مكتوب عليها تو دو ان في حد من المينتينرز بتاع في ال سي هو ما عندوش تصور وهي هتعمل ازاي، فهو سايبها لبعدين. فلما انت بتدخل تقول له انا عندي حل، فغالب يعني ما بياخدكش بجديه، اللي هو انت عندك حل ازاي؟ انا ما عنديش حل يعني. فاول ايشو عملتها كانت بس حرفيا انا صلحت ورنينج. حرفيا كان في فاريبل مش بيعمل له انيشاليزيشن فاليو، بيتعمل ريتيرن في اخر الفانكشن. انا بس كل الفكره ان اديته انيشال فاليو. ده اول بي ار عملتها في البروجكت. معلش انا كان في عايزة بي ار عملت. ارجع، انا عايزة ارجع ستيب لورا. احنا قلنا خدنا 4 ايام في البيلدينج وكده، فهل ال4 ايام دول كنا عشان نكتشف البيلد شغال ازاي، ولا هو البروجكت بيقعد يبيلد 4 ايام عشان حاجة زي كروميوم ممكن تقعد كده عادي؟ لا لا، انا البروجكت كان عندي كان بيبيلد في نص ساعه مثلا، وده عشان جهاز انا تعبان شويه يعني مش قوي. لا هو فعلا بياخد نص ساعة. اه. اوكي. فيرست تايم يعني طب بتبدأ أول اه. مرة نص ساعة. السؤال التاني، بما ان مفيش جود فيرست ايشوز وكده، انت الخيار اللي اتخذته ان انا هدخل اقرا الكود ومن الكود انا هطلع ايشوز احلها، مظبوط؟ اه. طب حلو. يعني بدأت تقرا الكود ازاي؟ يعني هي كود بيس كبيرة، في اكواد كتيرة قوي. بدأت من انهي بوينت علشان تبدأ انك انا وصلت دلوقتي الايشو؟ بطبيعه ان انا في اول بروجكت كنت مهتم بيه، ولو ان ما قلتش للمنتور البروجكت اللي انا مهتم بيه جدا يعني، هو الانتجريشن مع الكلاود. فبصيت في ال سي في الجزء بتاع النتورك، اللي هو الاكسس لاير في ال سي اللي هي بتتعامل مع النتورك وما الى ذلك. كنت بقرا الاكواد بتاعت HTTP.C HTTPS.C، هكذا البروتوكولز الامبلمنتيشن بتاعها ازاي في فيديولان وهكذا. كانت دي اكتر جزئيه كنت باصص فيها. بس يعني فلو حد بيبص بيدور مثلا على فاريبل مش معمول له انيشال فاليو، اوفر فلو بيحصل، ميموري ليك هكذا، هيلاقي. بس يعني يتهيألي اللي انا جبته ده كان حل اسهل يعني. طب هل الدوكيومنتيشن اصلا كان واضح و كويس يساعدك انك تعمل ده، ولا الدوكيومنتيشن عامل ازاي؟ مفيش دوكيومنتيشن في ال سي. حتى لو في بعض الفانكشن معمول لها دوكيومنتيشن تبقى حاجه بسيطه جدا مكتوب فيها، لكن مش زي باقي الاوبن سورس بروجكت اللي بيبقى فيه صفحه دوكيومنتيشن اصلا، او حتى مثلا حاجه زي بوست جريس بيبقى كل سطر حرفيا في 3 سطور كومنت بيشرحوها ليه بيعمل كده. لا، مفيش الكلام ده في ال سي. فالمفروض في واحد. ال سي المفروض انه في دوكيومنتيشن وفي موقع كامل دوكيومنتيشن، وللاسف معظم الموديولز بيكون صفحه فاضيه، والموديولز اللي فيها دوكيومنتيشن بتكون قديمه. حتى هم بيكونوا طالبين دايما، بس ده طبعا مش جي سوك. بيكونوا كاتبين في صفحه اللي هو كل اوفر كورنر، انت اول مره تدخل بيقول لك احنا عايزين اي حد يكونتريبيوت حتى لو هيعمل الدوكيومنتيشن. يعني كأورج ما فيهاش جود فيرست ايشوز،
مفيش documentations، احنا بندخل ونشوف الكود بيقول ايه، هي صعبة جدا ان حد يبدأ فيها. هل ده استنتاج صحيح؟ هي سهله جدا، ولكن الحاجات اللي الناس بتطمئنها وهي داخله للاورجنايزيشنز مش موجوده، زي مثلا جود فيرست ايشو والكلام ده. انا مثلا لما دخلت عملت الكونتريبيوشن اللي انا عملته قبل اول ما ادخل، يعني قبل ما اقدم في جيستوك. شفت حد كان طالب انه واحد يعمل هوت كي يعمل ريلود للفايل اللي شغال الفيديو بالسبتايتلز بكله، لانه حصل وصفه للمشكله انه بيعمل سبتايتلز لافلام، وعايز لما يعمل هوت كي ده اسرع من انه يفتح فايل تاني ويقفله، او يفتح او يقفل الفايل ده ويفتحه تاني. آه، فانا دخلت على الريبو كود فيديو لان من الاول، وبدات ابحث اشوف الهوت كيز اللي قبل كده شغاله ازاي. طبعا عملت شويه شغل كده، ما اعتقدش انه كان احسن حاجه، بس المهم ان انا عملت ميرج ريكويست. كان محترم يعني، في الاخر ما اتقبلش، ولكن كان موجود في البروبوزال. يعني لما اقول لهم انا في البروبوزال انا عملت ميرج ريكويست اهو، ده معناه ان انا كومبايلت الكلاينت عندي على اللاب، وده برضو معناه ان انا فاهم الكود شغال ازاي. آه، يعني مش المشاكل بتاعت واحد لسه اول مره يدخل الاورجنايزيشن ده انا تخطيته. فده المهم، يعني مش شرط ان حد قبل ما يدخل الاورجنايزيشن، لان اصلا بغض النظر عن جي سوفت، انت لو بصيت على اي اوبن سورس بروجكت هتلاقي فيه كميه لو على جيت هاب مثلا بول ريكويستس كتيره جدا، ومش كلها بتتقبل. ده مش معناه ان الشخص اللي عمل البول ريكويست مش فاهم، او الشخص اللي عمل البول ريكويست ده تحت المستوى، او حتى البول ريكويست ممكن تكون هي كويسه ولكن مش مطلوب. وده كان السبب اصلا ان انا البيرج ريكويست بتاعتي ما تقبلش. انا قفلتها اصلا بعد ما خلصت جي سوك. انه كان معظم كلام الديفلوبرز انه فانكشن زي كده مش محتاجينها قوي في في ال سي. فاي حد بيفكر يدخل اي اورجانيزيشن بعد كده، مش فيديو لان اي اورجانيزيشن، ادخل شوف اي ايشو او اي حاجه انت عايز تضيفها في الابلكيشن، اذا كان ابلكيشن او تول، ضيفها. فكر في اي حاجه، فكر في اي مشكله، اي تسهيلات، اي فانكشن انت عايزها تعمل مثلا اوتوميشن لحاجه معينه، ضيفها. وبعد كده قدم في شيتوك، هم هيعرفوا انك، هو مش عايز يعرف انت عملت حاجه كويسه ولا لا، هو عايز يعرف انت عرفت تشتغل على الكود بتاعنا ولا لا. انت عندك كود مثلا بيعد الافات السطور من الكود، انت عرفت تتعامل معاه ولا لا. هو شاف انك عرفت تتعامل مع الكود بتاعنا. مش مهم بقى انت الريبو البول ريكوست بتاعتك او الميرج ريكوست بتاعتك كويسه ولا لا. طب انا عندي سؤال، يعني ليه برضو خدت الاتجاه بتاع انك تشوف الكود الاول وتطلع حاجة يعني؟ ليه ما بصيتش على الايشوز اللي كانت موجودة واخترت واحدة منهم لا، انا بس؟ عملت كده. عبد الرحمن هو شاف الكود الاول، اما انا شفت الايشو الاول. ولكن فتحت شفت الايشو ما الايشو اللي كانتش المينتينر، كان حد تاني هو اللي عاملها، مظبوط؟ لا، ده ايشو حد من بره خالص، عايز يضيف حاجه معينه في في ال سي، فقلت انا اضيفها. اوكي تمام جميل. طب انا عندي سؤال، ازاي ما فيش documentation وما فيش good first issues وقلت انها سهلة قوي؟ يعني ايه مصدر سهولتها؟ ما هو المشكله بقى ان الواحد اصطاد الريبوز اسف الايشوز السهله. حتى مش فيديو لان اي اورجانيزيشن، اي كونتريبيوشن اوبن سورس بروجكت، في ناس كتيره جدا عايزه تكونتريبيوت، وفي ناس كتيره بتكونتريبيوت. بس مشكله اللي بيكون عايز وما بيعرفش يعمل كونتريبيوشن ده، اللي مش بيعرف يصطاد الايشو اللي هي سهله. مش لان مش كل الاورجنايزيشنز بغض النظر عن جي سوك يكون عندها التاج اللي هو جود فيرست ايشو. يعني نقدر نقول ان الايشو اللي انت اخترتها كانت تعتبر سهلة، ولكن هي مش معاها التاج. لا، ما كانش عليها كده. تمام اوكي جميل. هل عملنا اي بي ارز تانية غير البي ار دي، ولا كانت البي ار دي بس؟ لا، انا عملت البي ار دي بس. طب في حالتك يا عبد الرحمن؟ اه كان في بي ار تانية بس مش في فيديو لاند، في اف اف ام بيج اللي انا بدات فيها الاول، اللي انا خلعت منها بسبب المشاكل دي. بس خلعت وانا عامل بي ار هناك يعني، فبرضه كنت ضفتها في الريبو برضه، في البروبوزال. وبالتالي احنا البي ارز اللي عملناها في فيديو لان كانت هي البي ار اللي عملنا فيها initialization للفاريبل، صح؟ اه تمام البي ار اللي عملتها في فيديو لاند كانت ادفع من اللي عملتها هناك، بس الاثنين مختلفين عموما يعني. اوكي. طب لو حد بيسأل انا امتى ابدأ contribution في فيديو لان بحيث اقدر اقول ان انا مش متأخر، انتوا بدأتوا امتى واجابة السؤال ده اصلا ايه لو هنتكلم في optimal case؟ انا بالنسبه لي انا اول ما خلصت
ميرج ريكويست، قلت خلاص ابدا بقى في البروبوزال. فالموضوع ما تاخرش معايا قوي، مجرد ان انا دخلت بس شفت الايشوز واستسهلت واحده معينه، بدات. هو فكره ان انا اصلا الايشو اللي انا اشتغلت عليها هي كانت سهله، ولكن حرفيا انا عدلت يمكن في 10 فايلات كل واحد في مكان معين في الكود بيس. فالوقت ان انا اعمل ميرج ريكويست كان اعتقد حوالي ممكن نقول في حدود 3 4 ايام. امم. لحد لما خلصت الميرج ريكويست وبعته، بدات على طول ان انا اعمل البروبوست، لان انا خلاص انا يا جماعه كنتريبيوتور عندكم، عملت الميرج ريكويست، اخش في حاجه اعلى من كده ممكن اعملها. اوكي، يعني احنا قعدنا يعتبر 4 ايام بيلدينج، 3 ايام اختيار الاورج نفسها، 3 ايام في الكونتريبيوشن. يعني احنا بنتكلم في توتال 10 ايام، مظبوط؟ ممكن نقول 10 ايام. انا برضو مشكله البيلدنج عندي اتاخرت، ولكن عشان كان عندي ما كنتش فاهم البيلدنج بروسيس مظبوط. وبرضه لان في الدوكيومنتيشن هم شارحين البيلدنج بالنسبه للينكس ديستروز مشهوره زي ديبيان مثلا. وانا كنت شغال في دورة، فما كانش في حاجه ريد هات للاسف. اوكي، اوكي. يعني يعتبر بدأت امتى، في شهر كام كده؟ انا مش فاكر بالظبط بدات امتى، ولكن ممكن نقول في شهر بعد ما التقديم فتح بحاجه بسيطه، لان انا اخدت قرار ان انا هقدم قبل ما التقديم يفتح. جميل، اوكي. طب في اي اختلاف او عندك اضافة يا عبد الرحمن؟ في حالتي انا يعني انا بدات اتواصل مع الاورجنايزيشنز قبل التقديم تقريبا باسبوعين او 3 اسابيع. قعدت وقت كتير جدا في فنبرج في الاول، من بدايه شهر 2 او اول اسبوع في شهر 2 لحد اواخر شهر 2، لحد ما قررت ان انا مش هكمل. تواصلت مع فيديو لان تقريبا يوم 27 2 او حاجه زي كده. فاللي هو كان خلاص يعني كانت لسه يعني هم برضو فيديو لان كانوا منزلين مشاريع عندهم على الصفحه بتاعتهم في الويكي بتاعتهم قبل ما يبقوا رسميا يعني يعلنوا عنهم كاورج رسميه. امم. فده كان الفتره اللي بدات اكونتريبيوت فيها. مش هكونتريبيوت بس اتواصل مع فيديو لان. برضو في برضو حاف اثناء الكونتريبيوشن فيز، ان انا بسبب ان انا من ضمن الكواليفيكيشن تاسكس اللي كانت مطلوبه على البروجكت الاول بتاع الكلاود انتجريشن، كان ان هو الكلاود انتجريشن هو انت بتكمل شغل على واحد كان شغال في جيسوك برضو بس من 2016. فانت بتكمل على الشغل بتاعه. اول حاجه بتحاول تمرج الكود بتاعه مع الكود بتاع في ال سي وتحل كل الكونفليكس. فالموضوع اصلا انك تحل كونفليكس في كود من 2016 لحد دلوقتي كان صعب خالص يعني. فده برضو اخذ مني حوالي نص اسبوع او اسبوع كامل في الحته دي قبل ما اقرر ان انا مش هكمل في موضوع الكلاود انتجريشن وانقل على البروجكت الثاني. بس نقدر نقول يعني من نص 2 او في اول اسبوع في 2 انا كنت بدات اللي هو اوصل لاورج في جيسوك. انا عندي سؤال. انت بتقول qualification task، هل فيديو لان بيكون معاها مع بعض البروجكتس في تاسك مطلوبة؟ على حسب المنتور. يعني مثلا البروجكت بتاع انتجريشن كلاود انتجريشن، ايوه كان لازم تمسك الريبو اللي هي من 2016 دي، تحاول تعملها مثلا فورك على الجيت لاب بتاعك، وتحاول انك تمرجع مع الماستر الحالي. هيتجاب لك كونفليكتس كتيره جدا، حوالي بتاع 200 كونفليكت تحاول تصلحهم. امم. او في بروجكتس تانية ما فيهاش qualification task؟ طب التاسك دي ليها ديدلاين؟ يعني هو فكرة الاورجز اللي بتدي qualification task دي مش كتيرة. بس انا يمكن في تجربتي كانوا ليهم ديدلاين، وقت بداية معين بينزل فيه التاسكات وخلافه. فدي هل كان ليها ديدلاين ولا لا، كان عادي الوقت مفتوح؟ لا عادي، اي وقت مفتوح عادي. اعتقد بيطلبوها في البروبوزال، يعني واحد بيعمل بروبوزال بيقول لهم انا عملت تقدم كذا في الكواليفيكيشن تاسك. امم. اه بالظبط ممكن. يعني البروجكتس اللي بتكون مثلا محتاجة qualification task يعني مش بيحتاج قوي انك تعمل PR، لان اوريدي انت عملت التاسك. هل ده صحيح؟ ايوه تقريبا ايوه، لو انت عرفت تعمل كواليفيكيشن تاسك وانت برهنت انك تعرف تتعامل مع كود بيس. تمام، جميل جدا.
بما اننا بنتكلم عن الكونتريبيوشنز وانتوا في اثناء الكونتريبيوشنز وخلافه كنتوا بتكلموا المنتورز، فحابين نتكلم اكتر عن الكوميونيكيشن. احكوا لي كده الكوميونيكيشن كان ماشي ازاي. انا لاحظت انكم سواء عبد الرحمن او زياد كنتوا بداتوا كوميونيكيشن مع المنتورز من بدري، من يعني مجرد ما بتدخلوا الاورج بتبداوا كوميونيكيشن. فاحكوا لي اكتر عن شكل الكوميونيكيشن في الاورج. هل المنتورز هناك بيردوا بسرعه وخلافه ولا لا؟ كلموني اكتر عن الموضوع ده. انا بالنسبه لي اتكلمت مع بعت الايميلات لفيليكس. ما كنتش عارف عنه معلومات كتير، بس هو ممكن تكون حاجه غريبه شويه. هو دكتور في مستشفى اصلا في المانيا، وموضوع الديفلوبمنت دي حاجه بعملها على جنب يعني. فانا بعت له ايميلين، كل ايميل فيهم اول ايميل كنت قلت له البروتوتايب البسيط اللي هو عباره عن كود كونسول ابلكيشن بي سي بيستعمل السيرفيس اللي هو انا عايز نعمل لها انتجريشن. بعد شويه يعني تاني يوم خدت بالي ان اصلا البروجكت ده كان السنه اللي فاتت، كان في حد من تايوان اشتغل عليه وخلص المشروع كل حاجه. معلش يا زياد، انا عايزه ارجع ستيب لورا. مبدئيا اللي انت بعتله ده المنتور، فبالتالي كنت عارف المنتور بتاع البروجكت، تمام. اول اه هو بيكتب تواصل اسمه ليك من. اول تواصل ليك معاه كان بعد ما عملت البروتوتايب اصلا؟ اه انا عملت بروتوتايب كده بسيط وبعت له على الايميل، قلت له انا يعني ناوي ان شاء الله اقدم على البروجكت ده. البروجكت ده كويس ولا لا. اوكي، تاني حاجه وبالتالي انت كنت عملت البيلدينج وعملت اه خلصت الحوارات دي قبل ما لا تبدأ اسف، تواصل خالص؟ البروتوتايب ده اصلا ما كانش له علاقه بالكود. الكود في ال سي يعني، ده كان حاجه كود سي لوحدها. يعني كود سي بسيط عباره مثلا عن 50 100 سطر كونسول ابلكيشن، عباره عن راديو. تمام، جميل. تاني البروتوتايب ده كان يعني هو كان ريلاتد بالمشروع، ولا يعني انا عايزه اه افهم طبعا، اكتر. لانه كان حاطط لينك، هو كان حاطط لينك السيرفيس او الموقع التاني اللي هو عايز يعمله انتجريشن، الراديو اللي عايز يعمل انتجريشن في في ال سي. فانا بدات اشتغل على الموقع ده، بدات بي سي. اجيب الداتا، اجيب الدول، واليوزر يختار الدول المعينه فيعرض له عدد الراديو شانلز. اليوزر يختار الشانل معينه عشان تشتغل. يعني عملت له حاجه كده بسيطه جدا كبروف كونسبت يعني. يعني نقدر نقول ان هو كان حاطط تاسك او حاطط حاجه لا هو مش تلينك كان حاطط تاسك. بتاسك. هو التاسك، هو حرفيا التايتل احنا قاعدين نعمل انتجريشن للموقع ده في ال سي. انا بس خدت الانشيتيف ان انا اجرب مع نفسي الاول قبل ما اختار المشروع ده. برضه كنت عايز اتاكد ان انا ماشي صح، فانا بعت له ايميل. امم بعد ما جميل. خلصت عملته ريبو على جيت هاب، وبعت له ايميل في اللينك. قلت له بقى انا عايز اشوف انا ماشي صح ولا لا. تاني يوم خدت بالي ان حد في قلت حد من تايوان كان اشتغل على المشروع اصلا السنه اللي فاتت، عمل يعني حرفيا عمل المشروع كله. فانا شكيت ان ممكن يكون هم ضايفين المشروع ده السنه دي غلط، ان هو لسه ما ردش. كان يوم جمعه والسبت بقى. بعت له يوم الجمعه وهم المفروض يردوا من الاثنين عشان اجازات الشغل. كنتش واخد بالي من المعلومه زي كده. فبعد ما بعت له الايميل الثاني هو رد على الاثنين مع بعض. رد على الايميل الثاني الاول اللي هو في حد قبل كده اشتغل على المشروع قال لي اصلا ما قدمش الشخص ده. مش عارف ازاي هو اتقبل يعني. جيسوك مبين ان هو المشروع ناجح، ولكن المنتور قال لي ان هو ما قدمش سوليوشن شغال. ورد على الايميل الثاني بقى، ده الحاجه اللي خلتني ان انا واثق من نفسي ان انا ماشي صح. مع انه كان كود سي عباره عن 50 ل 100 سطر، مش فاكر بالظبط. بعت قال لي ان اللي انت عملته ده احسن من اللي اتعمل السنه اللي فاتت كلها. طبعا دي حاجه كويسه جدا، لان المنتور يقول لي حاجه زي كده فانا بكون يعني ضامن بنسبه كبيره جدا انه خلاص هيقبل. انا عملت حاجه في كود صغير جدا في حوالي يومين، احسن من اللي اتعمل في سنه كامله. كانت دفعه قويه. جميل. طب انا ممكن اسأل، كانت ايه الاكسبيرينس اللي عندك قبل دي علشان تقدر تقدم حل زي ده؟ يعني انت قولي ان انت خبرتك كانت قبل دي كومبيتيتيف بروجرامينج وعارف سي وسي بلس بلس، فيعني ازاي وصلنا لبروتوتايب احسن من بتاع السنة اللي فاتت؟ انا بالنسبه لي انا اصلا لما قبل ما ادخل الكليه كنت دخلت خدت كورس سي سيفتي كله من هارفارد، مش النسخه العربيه، النسخه الانجليزي الرسميه يعني. وخدت شهاده قبل ما ادخل الكليه، فكان انا اصلا اللغه الوحيده اللي بادئ بيها حياتي كانت لغه سي، وانا بحبها جدا الصراحه. فلقيت المشروع ده بلغه سي، فقلت خلاص يعني ادوس فيها. بالنسبه بقى للجزء الثاني اللي هو التعامل مع الاي بي اي ريكويست، فانا اعتقد ان كل الناس، اي حد بيمشي شويه في البروجرامز لازم يعمل اي مشروع بيستعمل فيها اي بي اي خارجي. امم فهم كانوا حاجتين بسيط جدا، ولكن اعتقد اللي عجب في الموضوع هو التنظيم مش اكتر.
ان انا نظمت مشروع لاي يوزر. هو المشروع حتى الان موجود على جيت هاب، اي حد ممكن يحمله ويشغل راديو سي يعني، ممكن يكون اعجب بحاجه زي كده. طب انا حابة برضو نتكلم اكتر عن حتة التنظيم دي. التنظيم ده كان اللي هو تنظيم في ايه بالظبط؟ شكله عامل ازاي؟ وازاي وصلت للليفل ده من التنظيم؟ هل مثلا هو كونسول ابلكيشن. وبرضه عايزين نقول حاجه، ان احنا دلوقتي في زمن الاي اي. عارفين انا بنسبه 90% من المساعدات في الريبو بتاعتي كانت اي اي. طبعا الاي اي ما بيكونش كويس في الحاجات دي، لان مثلا فيديو لان ريبو من زمان جدا في الاف الفايلات، فاي اي اي في العالم مش هيفهم الموضوع ده. ولكن بيساعد بشكل كبير. بالنسبه للمشروع، انا عملت المشروع وظبطت الدنيا كلها، بس حته اليوزر اللي بيتعامل ازاي مع المشروع بيستعمل فيها اللي هو نظم لي الوضع شويه، نظم لي ان اليوزر ده مثلا في الاول حاجه هيختار الدول، هيظهر لي لسته الدول، مثلا انا مصري هختار مصر. بعدين بعد كده يطلع لي لسته الشانلز اللي في مصر، راديو شانلز اليوزر يختارها. وكان شغال بثريدنج نوعا ما، ان اليوزر لما الراديو يكون شغال في الخلفيه، ان المنيو دي تكون شغاله، لان انا مش عايز اوقف في المنيو، اليوزر هيطلع من الشانل ازاي. فالموضوع ده اصلا يعني اعتقد هو ده الشيء يعني كافي لان الواحد يشتغل بفيديو لان، خصوصا ان الفيديو لان اصلا عباره عن ثريدنج. جميل. طب بما اننا اتكلمنا عن ال AI وكده، ده سؤال انا بحب اسأله بصراحة. اللي هو هل كنت بتستعمل LLMs وخلافه في اثناء عملية التقديم وكده؟ ولا تاكيد. زياد لا في بيستعمل؟ التقديم، لا في التقديم لا. آه التقديم اصلا بروبوزل، حصل لي مشاكل في البروبوزل بتاعي للاسف، عشان بسبب الاي اي يعني، استعملت اي اي فبوظ الدنيا شويه. هو انا كان يعني انت كنت قلت انك في حتة البروتوتايب هو عجبه لانه كان منظم، فلما سألتك منظم ليه قلت لي كنت بستعمل AI، مظبوط؟ اه في البروتوتايب كنا بنستعمل AI، مظبوط؟ في البروتوتايب اوكي. مثلا انا استعملت اي اي في كل حاجه، دي حاجه مش عيب، احنا النهارده بنستعمل اي اي. وحرفيا انا بيتهيألي لان خصوصا من المنتور، انا مش كل حاجه مش عارفها هروح اتكلم فيها. امم انا شايف ده حاجه ابسط يعني. كل رساله في اسئله كتيره جدا بتيجي في دماغ الواحد وهو شغال في بروجكت زي كده، خصوصا ان انا مثلا بشتغل على بروجكت من سنين من سنين، في ملايين الفانكشنز والفايلز، انا محتاج كل شويه اسال فيها الناس. طبعا احيانا بنسبه كبيره جدا الاي اي ما بيكونش يعني ما بديش اجابه كويسه، ولانه ما بيكونش برضه فاهم، فبكلم المنتورز فيها. ولكن انا شايف حتى في اي اورجنايزيشن تاني ان اي شخص هيدخل اكيد هيستعمل اي اي، وهيتجه للمنتور في حاله ان هو انا خلاص انا وصلت في طريق مسلوك. اي حد بقى بيستعمل الطريقه القديمه انه اي مشكله اتكلم فيها المنتور، ما اعتقدش ده حاجه كويسه في الوقت اللي احنا فيه. هو ده حقيقي، ما يعني مش عيب ان الواحد يستعمل AI في العصر ده. انا شخصيا لما كنت بقدم استعملت AI. آه بس على فكرة في اختلاف في وجهات النظر في النقطة دي، لان احنا كنا كلمنا ناس وكانوا بيقولوا لا ما تستعملش AI خالص، وكنت اساسا الاعتماد على بستعمل الاي اي منتور. الاعتماد على الاي اي سيء جدا. لو امم اي حد بيعتمد على الاي اي كالطريقه الوحيده اللي انا هبدا بيها، ولو فشلت كاي اي ابدا اشوف دماغي، فانا الناس دي دايما ما بتكملش، توصل لطريق مسدود. انا في حاجات كتيره جدا جدا، خصوصا انا قلت اديت اللي في مره اقول ان فيديو لان قديم، الكود بتاعه قديم يعني، لا شات جي بي تي عارف الكود ده شغال ازاي، ولا اي حاجه من كل ال امز المشهوره، ما حدش فيهم حرفيا بيكريت فانكشن من دماغه ويقول لي استعملها. امم فبضطر ان انا بقى اسرش في الكود وابدا بقى الحاجات دي. فلو في شخص يعني اعتماده الوحيد في الاي اي، ما اعتقدش انه ممكن يكمل حاجه زي كده. بس فكره ان انا امنع الاي اي خالص عن الاستعمالي والكونتريبيوشن بتاعتي، دي انا شايفها حاجه سيئه. انا مثلا الريبو بتاعتي اتعمل لها ميرج قبل ما اخلص الثلاث شهور بتوعي اللي انا كنت محددهم بشهر. انا خلال 8 شهور كنت اتعمل له ميرج، مش خلصت البروجكت، انا خلصت البروجكت في حوالي ممكن نقول 6 شهور. 8 شهور اتعمل له ميرج. الشهر انت الاخير خلصت كان البروجكت في حوالي 6 اسابيع، مظبوط؟ حوالي 6 اسابيع انا خلصته، وبعدين بعد كده بكون حل مشاكل كوميت، يقول لي مثلا في مشكله انا اصلحها. فتره ريفيو يعني خدت حوالي اسبوعين. بعد كده انا ضغطت عليهم جدا، ان انا كان عايزين اعمل حاجات بره السكوب، انا قلت لهم انا مش هشتغل حاجه خالص الا لما المشروع بتاعي يتعمل له ميرج. وده بالفعل اللي حصل بعد كده. بعد لما عملوا ميرج
بدات اشتغل معاهم بقى. هو في الاول كان ممكن اخلص، لان جيسوس بتديك الامكانيه انك لو خلصت المشروع بتاعك لو في يوم، انت ممكن تقعد باقي 3 شهور ما بتعملش حاجه. بس انا قلت لا، أنا اتقابلت في اورجانيزيشن كبيره زي كده، فلازم استفاد يعني باقصى استفاده. تمام، آه، جميل. فمن الحاجات اللي طلبوها مني بعد كده يعني ان انا اعمل سيرفيس كامله بلغه جو. اضطريت بسببها ان انا اقرا كتاب كامل لجو في حوالي اسبوعين، فكانت حاجه كويسه يعني. تمام، احنا هنرجع للنقطة دي ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الفيز بتاعة البروجكت. بس عايزاك تكمل لي اكتر الكوميونيكيشن. يعني انت بتقولي تواصلت مع المنتور في الاول علشان البروتوتايب وكده، بعد كده التواصل كان عامل ازاي؟ بيرد كل قد ايه؟ وانا اللي فهمته ان انت تواصلك معاه كان قليل، لان انت عادة كنت بتروح له لو خلاص ما عدت يعني نفذ، يعني ما عدتش لاقي طريقة تانية. ف بالظبط. يعني كلمني اكتر، يعني بينكم مثلا ايميلات قد ايه؟ الايميلات بالنسبه لي لو نتكلم بعد الاكسبتنس، الايميلات لا، هو اصلا انا فيديو لان عن بتكلم قبل الاكسبتنس، احنا دلوقتي في مرحلة قبل البروجكت. الاكسبتنس. انا الايميلات اللي بيني وبين المنتور بتاعي 2 ايميل بالظبط اللي انا قلت عليهم، وبعد كده بتكون اي ار سي شات. اوكي، تمام. يعني يعتبر التواصل كان قليل جدا. اه بالظبط. انا ما ولكن كنتش محتاج حاجه غير ان انا بس اشوف انا كويس في الموضوع الاتجاه ده ولا لا. بعد كده بدات في البروبوزال على طول. هو كان بيرد بسرعة. اه كان بيرد بسرعه طبعا. بس انا غلطتي الوحيده ان انا بعت له ايميل في ايام الاجازه، لان ايام الاجازه في اوروبا غير عندنا، وانت حاجه كنتش مستوعبها في الاول. لكن بعد كده لما الواحد بعت لهم ايميل بيردوا باسرع وقت. تمام، جميل. تمام، ممكن يا عبد الرحمن تكلمنا برضو عن رحلتك في الكوميونيكيشن مع المنتور؟ الكوميونيكيشن كان سهل خالص، كنت ببعت له ايميلز، كان بيرد بمعدل كويس. يعني مثلا لو في ايام الشغل بتاعه كان كل يوم بيفتح الميل بتاعه الساعه 10 الصبح ويرد على كل الايميلز اللي انا بعتها. توتال الايميلات اللي كانت بينه وبينه حوالي 20 ايميل او 25 ايميل. اتكلمت معاه في حاجات كتيره خالص ليها علاقه بالبروجكت الاولاني اللي كنت ناوي اساهم فيه. ال- البروجكت الثاني الكود اللي كان طالبه مني، عشان او مش طالبه مني، بس كنت ببعت له اكواد انا كاتبها بالبروتوكول اللي انا المفروض اكونتريبيوت بيه، هكذا. فكان عدد الايميلات كان كويس. أم، كنت بسأله برضه على حاجات ليها علاقه بمستواي، هل انا مستواي كويس، هل فعلا هعرف اعمل البروجكت ده. كان فعلا يعني كان بيساعدني، كان بيديني كام تحفيزي: لا انت مستواك كويس وعندك سكيلز كويسه، وانت احسن من عدد كبير من الناس اللي بتقدم على نفس البروجكت ده. فيعني هتقدر ت... عندك فرصه كويسه تتقابل يعني. آه، برضو حياه المنتور مش بيرضى يديني اي هنت او اي حاجه او راي عموما في البروبوزال. يعني كنت ببعت له في الايام دي، ايام التقديم، اقول له ايه رايك في البروبوزال، قال لا انا مش هبص على البروبوزال خالص، ولا مش هدي عليه اي فيدباك، لانه ده يمكن يديك افضليه عن حد تاني. طب انا عندي سؤال. انت قلت ان انت تقريبا عملت بي ار واحدة، ف يعني الميلاد ممكن الميلاد كمان ما كانتش عن البروبوزال لانه ما كانش راضي يدي فيدباك. فالميلاد كنت بتسأله فيها اسئلة بتحاول تفهم الكود والبروجكت، ولا اوكي يعني جاست اسئلة بحاول افهم الكود والبروجكت، لكن ما فيش، مش بناقش في بي ار معينة، مش بناقش عن البروبوزال؟ مظبوط. بالظبط. بالظبط، خصوصا ان البروجكت بتاعي كان زي ما قال زياد قبل كده، الوصف فيه كان قليل جدا جدا خالص. اصلا انا لما اتكلمت معاه قال لي ان هو مكتوب على الصفحه ده فيز 1 من البروجكت، لسه فيز 2، وفي لو عرفت تعمل فيز 2 في فيز 3 يعني. بس فيز 3 دي يعني ممكن تبقى ادفانسد شويه، يعني على حسب انت هتخلص فيز 1 و2 بسرعه ازاي. وبالتالي نقدر نقول ان تواصلك مع المنتور كان في محاولة فهم ليه البروجكت اللي هتعمله، بحيث انك ايه تعرف تعمل بروبوزال ليه. مظبوط. بالظبط. اه تمام، بالظبط. اوكي. طب انت اصلا بدأت كوميونيكيشن من امتى زي زياد كده؟ برضو بدأت بعد ما عملت حاجة، ولا بدأت من البداية خالص؟ بدات بعد ما عملت كومبايل للبروجكت في الاول وبعت له سكرين شوت من الكومبايليشن، وبدات اساله عن بروجكت اللي هو الكلاود انتجريشن. فهو قال لي اداني كام بي ار كده من 2016، قال لي اجراهم وشوفهم، وعلق على سكرين شوت قال لي انك انت لسه ما عملتش كومبايليشن صح، يعني لسه في اللايبرز ما اتعملهاش كومبايليشن معاك كده. فبس يعني دي كانت البدايه. ممكن توضح اكتر نقطة انه ادالك كام بي ار من 2016؟ اللي هو يعني البي ارز دي كانت عبارة عن ايه، ولا قصدك ايشوز؟ لا، هو البروجكت ده كان بروجكت في 2016، اوكي. بس الشخص اللي كان شغال عليه ما كملهوش.
المفروض ان انا الشغل بتاعي ان انا بعمل اول حاجه بمرج الريبو اللي هي من 2016 مع الماستر الحالي، وبعد كده ببتدي اكمل على الشغل اللي هو كان بيعمل فيه. طب انت فبس كنت قلت انك الاول كنت اشتغلت على بروجكت وبعدين سبته ورحت لبروجكت تاني، مظبوط؟ هو البروجكت ده طيب المنتور بتوع التو بروجكتس نفس الشخص نفس الشخص، ايوه. اوكي، فبالتالي انت اصلا اتواصلت معاه في الاول عشان البروجكت الاولاني، وبعدين في البروسيس رحت غيرت البروجكت وايه وبدأت تتواصل معاه عن البروجكت التاني. تمام، بالظبط، ايوه. جميل. شايفين ان انتوا عملتوا اي غلطة في الكوميونيكيشن بتاعكم، ولا بالنسبة لكم شايفين ايه؟ انا شايف بالنسبه لي ان انا اول حاجه بدات اتكلم معاه، بدات اشرح له الباك جراوند بتاعت الكومباتيتيف بروجرامنج بتاعتي وكده. فاللي علق عليا قال لي ان ده حاجه مش كويس، ان هنا مش كومباتيتيف. يعني انت لو انت داخل بروجكت على اساس انك انت هتدخل كومبيتيشن في الناس اللي بتكونتريبيوت معاك، ده حاجه مش كويسه خالص. فدي كانت اول غلطه. تاني غلطه كان في موضوع البروبوزال، ان انا طلبت منه فيدباك في البروبوزال، فقال لي لا مش هينفع اديك. بعد ذلك كان التواصل كان سلس. طب بالنسبة لزياد؟ انا بالنسبه لي يعني لو قلت الاسباب اللي خلتني اكسبتد في جي سوك سنه 25، هو الايميلين اللي انا بعته حرفيا، لان انا ما كنتش بتكلم معاه غير في شوف انا ماشي صح ولا لا في الحاجه دي. يعني والله انا بتهيألي لو ما عملتهاش، لان في ناس كتيره جدا بتقدم من غير ما تتواصل مع المنتورز. بس انا غير عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن كان في نقاش طويل مع المنتور وبيساله في حاجات كتيره جدا. انا بس عملت طيب عشان اشوف انا الاين مع البروجكت ولا لا، انا مش مظبوط ولا لا. آه، فالحاجه دي هي اللي ساعدتني يعني. هو مش شايف انها غلط. الميل التاني كان عن ايه؟ يعني الاولاني كان عن البروتوتايب، التاني كان عن ايه؟ التاني انا خدت بالي لما شفت كيسك 24 ان نفس البروجكت كان موجود بالظبط، وكان في شخص عمل المشروع وعلى موقع جيسوك، انه شخص نجح، كمل كمل الايفاليوشن كله ونجح فيه. فانا استغربت، انا قلت في الغالب ان ممكن يكون المشروع ده متضاف بالغلط السنه دي، يعني ممكن يكون خدوا كوبي للمشاريع بتاعت السنه اللي فاتت وعدلوا عليها تاني، عشان كان في مشاريع كتير متكرره والمشروع ده. فانا بدات اسال، يعني انا مش هحط جهد كبير جدا في حاجه زي كده وفي الاخر تقول لي ان المشروع ده متضاف غلط. فده اوكي. الايميل التاني. طبعا هو قال لي ان هو الشخص اللي قبلي ما عملش حاجه برودكتيف يعني. اوكي. طب انا عايزه بس اضيف كومنت هنا، ان يمكن وضع فيديو لين مختلف عن اورجز تانية كتير، لان في اورجز تانية كتير دي حاجه كويسه جدا انك تبعت بروبوزل وتطلب فيدباك. ده بالعكس، دي حاجه يعني مرغوبه. دي حاجه. الحاجه التانية حتى في التواصل وكده، يمكن الناس اللي كنا طلعنا معاهم كده كانوا اللي هو بيحاولوا يبدأوا تواصل من قبل أصلا ما يعملوا حاجة، يشوفوا يتشكوا الدنيا أصلا تمام، الناس بترد ولا لأ. لأن انت ممكن تكون بدأت شغل في أورج معينة ومش عارف ايه، وبعدين بعد ما قعدت فيها يمكن أسبوع أو حاجة تبدأ تتواصل تلاقي ده المنتور ما بيردش، فكون المنتور ما بيردش أصلا عادة تعتبر ريد فلاج. فشوية بنشجع ان التواصل يبدأ بدري من البداية شوية. وبس كده، يعني مش حابة اضيف حاجة تانية. طيب احنا خلصنا كده بس عايز اعلق برضو على الموضوع ده، اتفضل. ان برضو انا لما كنت بصيت على فيديو لان في سنه 2024، كان عدد الناس اللي اتقبلت هناك كان عدد كويس برضو، مقارب لعدد السنه دي اللي ما كانش اقل منه. وبرضو المنتور بتاعنا شفته كان بيمنتور مشاريع من السنه اللي فاتت. ده كان بالنسبه لي مؤشر ان لا، ايوه المشاريع عندهم بتتقبل. والراجل ده كان بيمنتور على الناس السنه اللي فاتت، فهو في الغالب بيرد يعني. غير اورج تانية بيبقى فاهم بروجكت او بروجكتين بس يعني. فده ايوه يعني ممكن الواحد يكون حذر شويه قبل ما يدخل في حاجه زي كده. اوكي، هي الباك جراوند بتاعت المنتور بتاعك زي زياد كده، اللي هو ده دكتور اصلا شغال في مستشفى، ولا حاجة لا لا، مختلفة؟ ده حد من 2002 شغال في الفيديو بروسيسنج يعني. كان شغال في شركات كتيره. وبرضه الناس ما تعرفوش ان فيديو لان في حاجه منها اسمها فيديو لابس. فيديو لابس ده زي شركه، كل الكونتريبيوترز والمينتينرز في المشهورين في سي او فيديو لان بيبقوا شغالين فيها. فهم اصلا يعني بجانب ان هم اوبن سورس كونتريبيوتر، هم زمايل شغل مع بعض يعني. جميل. كان عندي سؤال أخير regarding الكود بيس بتاعت فيديو لين.
انتوا كلمتوني ان في مشاريع كتير وحاجات مختلفة، فده معناه ان في ريبوز كتير مش ريبو واحدة، مظبوط؟ بالظبط. كل لايبرري او مشروع لها ريبو معين، لها ريبو خاص بيها. بس في كور مثلا معين ده اللي لازم تعملوا له بيلد، ولا كل واحد فيكم اصلا كان بيبيلد ريبو مختلف عن التاني؟ اعتقد انا وعبد الرحمن كنا شغالين على في ال سي، فعملنا بيلد للريبو الاساسي اللي هو في ال سي كلاينت. اوكي. طيب عايزين نبدأ نتكلم بقى عن البروبوزل. بدأتوا امتى تكتبوا بروبوزل؟ ايه المشاكل اللي قابلتكم في كتابة البروبوزل؟ زي الخطوات اللي اتبعتوها، هل في تمبلت معين كنتوا ماشيين عليه وخلافه؟ فيعني كلمونا عن البروبوزل. انا بالنسبه لي كالبروبوزل ما بداتش اكتب بروبوزل الا لما شفت كميه بروبوزلز رهيبه للسنين اللي فاتت اكسبتد. طبعا بدات اشوف الحاجات المشتركه اللي بينهم كده. ولما بدات اكتب انا زي ما قلت في الاول بصيت على كروميوم، فكنت شايف عندهم تمبلت محترم. ما خدتش التمبلت بتاعهم ولكن حاولت اعمل واحد بنفس الشكل، واجيب بقى السكشنز اللي مشتركه بين البروبوزلز اللي انا شفتها كتيره جدا لاورجنايزيشنز مختلفه، احاول احطها عندي في البروبوزل بتاعي. مثلا من ال من السكشنز المشهوره اللي مش كل الناس بتضيفها ولكن انا شفتها مشتركه، هو شرح الشخص للمشروع. انا في سيكشن ضايفه عندي انا بشرح اللي مطلوب في المشروع ايه. هو مش مشروع مش هم مش كاتبين تايتل بس، ولكن انا كاتب سيكشن كامل بشرح اللي المشروع ده عايز ايه. المنتور لو شاف ان انا شارح المشروع بشكل كويس وفاهم المشروع عايز يتعمل ايه في الاخر، فدي حاجه كويسه جدا. دي حاجه برضه انا استفدتها لما قرات كميه بروبوزلز كبيره. هو انت بتقول قرأت بروبوزلز قديمة، فأصلا بيكون متوفر بروبوزلز القديمة بتاعت فيديو لين، ولا لأ كانت لأورجز تانية؟ كانت كلها اوبس تانية. امم تمام، جميل. طب بالنسبة لسيكشن شرح المشروع، يعني يعني على حد علمي بيكون في سيكشن أصلا أنت بتحدد الخطوات اللي أنت هتمشي فيها والمايلستونز بتاعتك والأسابيع هتعمل إيه في كل أسبوع في المشروع، فالسيكشن ده برضو كان في البروبوزل بتاعك ولا لأ؟ هو السكشن ده اساس السكشن اللي انا بتكلم عليه التاني اللي هو سكشن الباك جراوند، اللي هو الباك جراوند بتاعتي عن المشروع ايه. مثلا هو اتكلم عن فيديو لان فانا شرحت له فيديو لان بس. حرفيا انا الحاجه الوحيده اللي عملتها دخلت على الموقع جبت شويه فلاسك وحطيت له السورسز بتاعتها. دي حاجات انا قراتها، دي بقول له كده دي حاجات انا قراتها عشان افهم فيديو لان. الموقع الثاني اللي هو راديو براوزر دوت انفو، رحت فتحت الموقع شفت، خدت في الهوم بيج كان في وصف كبير جدا للموقع، خدت قراته، خدت الوصف ده ضفته في البروبوزل، وضفت برضه لينك سورس الكلام ده انا جايبه منين. فانا يعني توقعي ان هو شخص لما يدخل يشوف البروبوزل شاف ان انا فتحت الموقع ده وقرات الحاجه دي وفتحت هنا وشفت الحاجات دي، فانا فاهم انا هشتغل ازاي بعدين. طب سيكشن انما الفايل. فكره اتفضل. السكشن بقى الحاجات اللي انا هعملها دي، لا ده سكشن مختلف، ده سكشن ده ندخل في البروبوزل اصلا يعني تبدا بقى في الكلام التكنيكي. امم السيكشن ده بالنسبة لك ما كانش صعب، ما كانش معقد، يعني انك تقسم الشغل لتايم بلان معينة خلافه؟ الموضوع ماشي ازاي؟ هو انا عندي غلطه كبيره جدا في التايم بلان بتاعتي، فيها اسابيع ضايعه في النص، فيها اسابيع مشتركه مش عارف انا ما خدتش بالي من الحاجه دي ازاي. ولكن انا برضو من الحاجات اللي وانا بكتب البوصله اللي عملتها ما اتكلمتش عليها لحد دلوقتي، هو ان انا في مرحله ما قلت انا، طب انا قبل ما ابدا في المشروع ده يعني وانا بكتب البوزل الكلام ده، قبل ما ابدا فيه انا عايز اشتغل على فيديو لنفس الكود بتاعهم واحط حاجه زي كده. كان في سيرفيس راديو تانية، في سيرفيس راديو كانت غريبه شويه، ولكن في سيرفيس تانية اسمها بودكاست وحاجات زي كده. بدات اقرا عنها ولكن للاسف انا عارف ان انا هشتغل فيه، ولكن لقيت فولدر تاني لحاجات مكتوبه بلغه لغه زي الراديو بالظبط. فانا رحت عملت يعني خمنت الراديو هيكون عامل ازاي وعملت بلغه وضفته وهو شغال في فيديو لا نفسه ضفته في البودكاست. ده كان الحاجه التكنيكال اللي دفعتني دفعه قويه، يعني انا ضايف لهم انا هعمل المشروع اوريدي في فيديو لان نفسه، بس للاسف كان بلغه مختلفه وكان في مشاكل كتير. بس انا يعني بحاول اقول لهم ان انا لما اشتغل في المشروع انا هضطر حاجه زي كده في الاخر. امم تمام، تمام، جميل. طيب ممكن تكلمنا يا عبد الرحمن عن البروبوزال بتاعك كده؟ البروبوزل بتاعي كان تقليدي خالص. انا اللي عملته ان انا جبت 2 بروبوزل كانوا منشورين اونلاين. شفت السكشنز المشتركه ما بينهم،
وبعت السكشن دي للمنتور، هو المنتور ايوه رفض ان هو يديني فيدباك، بس قبل ما ابدا في كتابه البروبوزال قلت له ان انا هضيف الاربع سكاشن دول بشكل رئيسي، هل في حاجه زياده اضيفها او كده؟ فهو قال لي ان هو تمام، ايوه دول اهم اربع سكاشن وكده، عايز تزود براحتك كده. فبدات اكتب في البروبوزال، بدات ايوه ان انا اشرح البروجكت بالتفصيل، هو عباره عن ايه، لان هو كان مختصر على الموقع ليه احنا محتاجينه، والايشو اول ايشو طلبت ان البروجكت ده يتعمل كان امتى، وبريك داون لكل سيكشن. وبدات ان أنا احط زي بروتوتايب للاي بي ايز اللي عاملها تبقى منظرها عامل ازاي، السي وهكذا، والتستنج، وانها تست على كذا كومبوزيتور في بونت وهكذا. ف بس يعني في اخر حاجه حطيت البي ارز بتاعتي ولينك السي في بتاعي، وده البروبوزال. طيب ان شاء الله هنضيف البروبوزلز بتاعت عبد الرحمن وزياد كاتاتشد ماتيريال للفيديو بحيث تكون ريفرنس. عندي سؤال اخير بالنسبة للنقطة دي، ويمكن زياد كان جاوب جزء منه قبلها. هو شايفين ايه الاهم في فيديو لين؟ البروبوزل، الكوميونيكيشن، الكونتريبيوشن، ولا التلاتة ميكس مع بعض؟ يعني ايه اهم حاجة في الحاجات دي؟ انا بالنسبه لي اهم حاجه، لان اهم حاجه في اي اورجانيزيشن الكونتريبيوشن. اي اورجانيزيشن لو حد عمل كونتريبيوشن وحد ما عملش كونتريبيوشن، انا هفضل الشخص اللي اشتغل معاه. انا مش عايز اضيع وقت كبير، او على الاقل الكوميونتي بوندنج بيريود مش عايز اضيعها ان انا افهم الشخص ده الكود بتاعه شغال ازاي. فاي اورجانيزيشن بالنسبه لي يعني هي هتختار الشخص اللي عمل كونتريبيوشن، او على الاقل حاول. ممكن يدخل مثلا يقرا الكود لو هو مش لاقي حاجه يساعد فيها يعمل ميرج ريكويست، انه ممكن يدخل يشوف المشاكل ويساعد الناس ككوميونيكيشن، يفهمهم حاجه لو هو فاهم الكود، بحيث يعمل اقصى حاجه ممكن يعملها، بحيث انه يبين للناس دي ايوه انا فاهم الكود بتاعه. بعد كده الكونتريبيوشن حاجه مهمه جدا جدا جدا، لان انت لو بصيت من ناحيه البروبوزل، انت مهما تظبط البروبوزل بتاعك اكيد في حد هيكون في نفس البروجكت البروبوزل بتاعه احسن من البروبوزل بتاعك. طب انا عايز اضيف حاجه قويه في البروبوزل اللي عندي، عايز اضيف يعني الناس لما تشوف البروبوزل ده يكون في افضليه عندي عن الشخص اللي عامل البروبوزال احسن مني. ودي بتكون في الكوميونيكيشن. انا المنتور لو عارفني، لو تواصلت معاه وعارف مثلا دماغي شغاله ازاي، مش مضطر بقى ان انا اعمل حاجه قويه جدا في وده باين من البروبوزال بتاعي صراحه. البروبوزال بتاعي سهل، صفحاته مش كتيره، او عباره 90% منه صور لحاجات اللي انا بشرحها هي هتكون ازاي. حرفيا يعني في زيرو تكنيكال انفورميشن. البروبوزال بتاعي كله تعريف عن نفسي وعن المشروع، وانا ان شاء الله المشروع ده لما يخلص هعمل ايه. ولكن السبب اللي خلاني اتقبل وانا متاكد 100% ان انا تواصلت مع المنتور، قلت له انا يعني انا اشتغلت على الحاجه دي، ادي الشغل بتاعي. تمام، جميل. يعني نقدر نقول ان بشكل اساسي الكوميونيكيشن، ان المنتور عارفك وانت اوريدي اثناء الكوميونيكيشن كنت بتعرفه انت ايه الكونتريبيوشنز اللي انت عملتها وخلافه. ف فيعني مش البروبوزال انا اهم. ضفتها سيكشن، يعني ضفتها في الاخر كده سيكشن، امم. ان انا عملت ميرج ريكويست على جيت لاب للايشو الفلانيه وضفت لينك. جميل. طب عبد الرحمن، هل عندك رأي تاني؟ وانا شايف بصراحه ان اهم حاجه الكوميونيكيشن، يعني ايوه اكيد انك تعمل ميرج ريكويست وتجابل، ده حاجه كويسه، او انك تحاول تعمل، ده حاجه كويسه خالص. بس يعني اللي بيفرق اكتر واللي بيهتم بيه على الاقل المنتور بتاعك كان بيهتم بيه اكتر وقالها لي صراحه، الكوميونيكيشن. كان لو انت بتكوميونيكيت معاه بشكل كويس وبتاخد الفيدباك اللي انا بقوله لك وبتابلاي عندك وهكذا بشكل مستمر، فانت هتخلص البيريود بتاعت الجيسو بتاعتك وهتبقى كل حاجه تمام. لو افترضنا انك انت مثلا شخص مثلا مش بتابديت الستاتس بتاعتك مثلا بشكل مثلا للمنتور بتاعك، انت ايوه انت عملت ميرج ريكوست في الاول واتقبل، بس فضلت 3 شهور مش بتتكلم المنتور بتاعك بشكل نهائي، عندك مشاكل في الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك، دي هتبقى مشكله. يعني هتلاقي حتى المنتور هو بيدخل يكلمك بيقول لك انت ما بتبعتش ليه، يعني ايه اللي حصل هكذا يعني. فبشكل اساسي ممكن نقول الكوميونيكيشن، ولو عرفت تعمل ميرج ريكوست ده هتبقى بلس كويسه خالص ليك. تمام، جميل. او انا حابه اضيف في النقطه دي ان هو السؤال ده عامه بيختلف من اورجس للتانية، من اورج للتانية. يعني احنا كان معانا ناس في اورج تانية وكانوا بيقولوا ان اهم حاجه الكوميونيكيشن فعلا، مش الكونتريبيوشن. يعني كانوا بيقولوا اللي هو انا اللي هيقبلني المنتور، يعني هو المسؤول هقبله ولا لا. فكرة ان هو عارفني
حتى لو انا ما عملتش contributions رهيبه، لكن انا let's say كنت بتواصل معاه، وانا بتواصلي معاه كنت بعرفه ان انا بعمل كذا او بذاكر كذا في الاورج دي او سوري في الكود بيس دي او وقتها لا هو عارفني، فده ممكن يعلي فرصي. فيعني الاجابه بتختلف من اورج للتانيه، ولكن الكل تقريبا حتى الان اجمع ان الكوميونيكيشن حاجه مهمه جدا. طيب ماشي، احنا خلاص خلصنا مرحلة التقديم وكده، عايزين زي نصايح عامة في مرحلة التقديم. يعني لو حد عاوز يقدم في فيديو لان يبدأ يعمل ايه من دلوقتي، ازاي يزود فرصه وخلافه يعني. ممكن انا بالنسبه لي ان الشخص لو في حد دلوقتي مقرر انه هيشارك في فيديو لان اول حاجه يفهمها هو ازاي المشروع ده شغال. يعني او هو بصراحه احنا متفقين ان مفيش دوكيومنتيشن تكنيكال قوي في فيديو لان، ولكن جزئيه الدوكيومنتيشن ازاي المشروع ده شغال، ازاي الموديولز بتلود وكده، يعني في شرح كبير جدا. يعني اي حد عايز يبدا يبدا يكود، هم كاتبين شرح ازاي الابلكيشن ده اصلا بيلود من الاول. فلو شخص يعني عايز يبدا، اول حاجه يعملها انه يحاول يبيلد الفيديو لان، طبعا هيعدي على مراحل ازاي الموديولز دي بتلود وكده. بعد كده يحاول يعني على قد ما يقدر انه يتواصل مع المنتورز ويعمل اي كونتريبيوشن، لان ثم قلت كده انه المنتور هو اللي بيقبل في الاخر. يعني انا كان عندي ثقه بنسبه 99% ان انا هتقبل في المشروع بتاعي، بس لان المنتور قال لي انت عملت حاجه كويسه. المنتور شايف ان انا عملت حاجه كويسه خلاص. الناس تحاول تتواصل مع المنتور، هم كاتبين ايميلات المنتورز، الناس اصلا اللي شغالين ديفلوبرز، نحاول نتواصل معاهم. ولكن لما نتواصل معاهم، انا صراحه ما فكرتش زي عبد الرحمن كان بيتواصل معاه في الشكل وكده، ولكن انا لما قابلتني مشاكل كنت بتواصل على تشانل IRC. ولكن انا قررت ان انا هكلم المنتور ده عشان اوري له انا عملت ايه. فاي حد ممكن، مش شرط بروتوتايب، ممكن اي حد مثلا يعمل اي حاجه لها علاقه بالمشروع، طبعا مش حاجه جنرال، بيبعتها للمنتور بتاعه بحيث ان المنتور يفتكر الاسم على الاقل وهو بيشوف البروجرس. جميل. هتحب تضيف حاجة يا عبد الرحمن؟ بالظبط زي ما قال زياد، انا برضو طالب من الناس انها ما تسبامش المنتور بتاعها. يعني راعي ان ده شخص هو شغال ووقته مهم، وهو بيعمل الشغل بتاع الاوبن سورس بشكل تطوعي. فيعني حاول برضو، يعني لو هتكلموا في حاجه تبقى حاجه مهمه فعلا، تبقى حاجه انت فعلا مش انت مكسل تسرش عنها، او مكسل حتى تسال LLM عنها او كده، او تبقى حاجه فعلا، يعني تبقى حاجه اصلا دايركت في البروجكت اللي انت شغال فيه. تبقاش تساله بقى في حاجات بقى مالهاش اي علاقه بالبروجكت وهكذا. وتبقى يعني حاجه بجد، يعني ما يسالكش في الاخر، ما يحسش في الاخر انك انت بتضيع وقت في الاخر، فبالتالي ما يردوش على الايميلات بتاعتك اتاخر هكذا يعني. يعني بشكل عام حاول انك تبدأ تفهم البروجكت وخلافه وتتواصل مع المنتور، بس تواصلك يكون تواصل بروفيشنال وفعال. طب سؤال تاني، امتى حد يقول انا ماليش فرصة في الاورجانيزيشن دي؟ انا بالنسبه لي صعب الحد ممكن بصراحه. ياخد القرار ده بالنسبه لحد ياخد القرار ده انه لو قعد وقت، يعني ضيع فتره كبيره جدا مش فاهم المشروع ده شغال ازاي. انا مش فاهم انا هبدا منين، خصوصا ان في اجزاء، يعني فيديو لاندا مقسم نفسه اجزاء. زي ما عبد الرحمن قال في الاول، مثلا اكسس لها علاقه بالاتصال بالانترنت والحاجات ده فولدر لوحده في موديولز لوحدها اسمها اكسس. فانا لو ما فهمتش الحاجات دي مرتبطه ببعض ازاي وشغاله ازاي، انا شايف انه ممكن يبدا يبص على الاورجنايزيشن سنة. ولكن انا ده مش حاجه تعيق انك تبدا في الاورجنايزيشن عادي. انا ممكن ما اكونش فاهم الحاجات دي بشكل كامل واقدم في الاورجنايزيشن، لانه كل الاورجنايزيشنز عندها شهر كامل كونك بيريود، ده في الريسك نفسه. الشهر ده المفروض الشخص فيه بيفهم الكود اكتر وبيتواصل مع التيم بحيث يتعرف عليه. فانت لو لقيت انك مثلا حابب الاورجنايزيشنز دي، في نفس الوقت انت مش فاهم الكود قوي، انا بقول لك قدم. ولكن انت لو عندك اختيار تاني فشوف الاختيار التاني، لان طب ممكن تدخل في الكوميونتي بيريود تضيع فيها. طب سؤال، لو حد مش عارف السي مثلا. لا، حد مش عارف السي ما يدخلش في مشروع سي. اوكي. انا مثلا لو مشروع طالب بايثون مش هروح اقول انا هفهم بايثون في الشهر ده. لا، هو المشروع طالب منه ريكوايرمنتس، المشروع بتاعي مثلا
كان المطلوب لغه سي بس، اهم الريكويرمنتس ان حد بيعرف يكتب لغه سي. هو عارف ما لغة ينفعش برمجة انا، تانية بس يمكن ما تمرسش بالسي قبل كده، بس هو اوريدي عنده لغات برمجة تانية. ممكن يجرب نفسه يعني. ممكن اصلا لغات البرمجه تعلمها سهل جدا، مجرد الواحد يتعلم لغه واحده، او على الاقل مثلا تتعلم لغه شبهها اذا كانت اوبجكت اورينتد او غيره يعني. فانت لو عارف لغه تانيه وانت عايز تشارك الفيديو لان عندهم مثلا المشروع ده عاجبني والطلبات ولغه سي، انت ممكن تتعلم اللغه دي وتجرب نفسك فيها في خلال 3 ايام، توصل للماكسيمم. مش الماكسيمم قوي يعني، توصل لمستواك الاعلى فيها، فتقرر انا مستواي ده يخليني اشارك ولا لا. تمام جميل. تحب تضيف حاجة يا عبد الرحمن؟ هو بالظبط ايوه، يعني مثلا في البروجكت بتاعي كان البروجكت كانوا طالبين سي، وكان طالبين برضو ان حد يكون عارف ويلاند بروتوكول كويس. انا ما اعرفش، كنت اول مره اقرا كلمه ويلاند في حياتي اصلا، انا بقرا البروجكت اصلا. وبدات ان انا اذاكر من البروتوكول شغال ازاي من توتوريالز وهكذا، ده اثناء الابلكيشن بيريود. فعادي يعني ممكن تكون في حاجات مش عارفها، بس يعني مثلا ممكن الحاجات اللي اقول انها تبقى ريد فلاج مثلا، وانك تسيب الاورج دي زي اللي حصل معايا في الاورج الاولى، ان كان في مشاكل اصلا. كانت الميلنج ليست بدل ما يبقى فيها باتشز بتتجابل وبتتراجع وكده، بيبقى فيها خناقات بين المينتينرز اصلا. فده كان بالنسبه لي ريد فلاج ان ما كملش في اورج زي كده يعني. بس لو انت حابب الاورج نفسها وفاهم يعني، فاهم الى حد ما، فاهم اللغه اللي هم شغالين بيها والستاك اللي شغالين فيها، فاهم هنقول مثلا 60 70% منه كويس مثلا، وهم بيساعدوا الناس وبيردوا على الناس وهكذا يعني، كمل عادي يعني. تمام جميل جدا. طيب احنا الحمد لله خلصنا تقديم واتقبلنا. عايزين بقى نتكلم اكتر عن فترة المشروع. ال3 شهور زياد قال اصلا ان هو خلص في شهر ونص، فكلموني اكتر فترة المشروع كانت ماشية ازاي. ماشي، ممكن ابدا انا في حالتي البروجكت بتاعي كان ميديوم، بس انا كنت من اول يوم في الاورينتيشن سيشن اكتشفت، اتفقت مع المنتور ان انا هخلصه في شهرين. كان المنتور كان شايف ان البروجكت يخلص في شهرين وكده، ولو بعد كان الكودنج بيريود قربت تخلص وانا لسه فاضل لي وقت في البروجكت، فلا هيمد الوقت معايا اكتر. بعد ما اتقبلت كان اول حاجه في الكوميونتي بوندنج بيريود. انا كنت بذاكر في البروتوكول، ان اول مره اتعامل معاه، كنت بكتب بيه اكواد سي وهكذا، وبعمل بيه حاجات صعبه وكده. فضلت برضه اعمل الموضوع ده في اول كام يوم برضه في الكودينج بيريود، لحد ما 5 يوم في الكودينج بيريود بدات ان انا اكتب كود في بي ال سي نفسه. بدات ان انا اعمل موديول واعمل اي بي اي وهكذا. من بعد كده بقيت كل يوم تقريبا ببش كوميت في البرانش بتاعي اللي في الريبوزيتوري بتاعتي، وهكذا كل يوم ببش الكوميت دي. كان برضو من الكوميونيكيشن بتاعي مع المنتور بتاعي، معلش يا كان عبد بيطلب الرحمن مني لو كل يوم. هقطعك، انتوا سامعين الاذان من عندي صح؟ لا مش لا، سامعين اي نويز؟ لا. طب تمام اوكي. آه... ثانية واحدة. ممكن ارد على المكالمه بس بسرعه. تمام احنا الحمد لله خلصنا، قدمنا واتقبلنا وكده. عايزة اسمع اكتر عن فترة البروجكت بتاعكم، سواء الكوميونتي بوندنج بيريود او فترة الكودينج نفسها. فكلموني الدنيا مشيت ازاي. تمام، بالنسبه للكوميونتي بوندنج بيريود، انا كنت في حالتي كنت شغال بذاكر الدوكيومنتيشن بتاع البروتوكول بشكل اكتر. كنت بدات في الموضوع ده اثناء الابلكيشن فيز، بس كانت فتره قليله ما لحقتش ان انا ابقى كويس في البروتوكول. فنقدر نقول الكوميونتي بوندنج، وبرضه الكوميونتي بوندنج عندي كانت بتنترسكت مع فتره امتحانات في الكليه، وكان الموضوع ده كان صعب شويه ان انا اعمل فيها مجهود كبير شويه. ففضلت اذاكر واكتب زي اكواد ديمو كده، بلعب بالبروتوكول وببعت الاكواد بتاعتي دي للمنتور. كان المنتور بالمناسبه بيطلب مني كل يوم ايميل يومي في 3 حاجات في الايميل ده: انا عملت ايه النهارده، ايه المشاكل اللي كانت واقفه معايا، وناوي اعمل ايه بكره. لازم ال3 حاجات دول يكونوا موجودين في الايميل. فاول 5 ايام في الكودينج بيريود كنت لسه شغال بلعب في البروتوكول. من اول يوم السادس بدات ان انا اكتب كود بقى في بي ال سي نفسه، بدات ان انا كريت موديول، وان انا كريت اي بي اي في بي ال سي نفسه. وبدات ان انا اكود بقى الاوبن فانكشن والكلوزنج فانكشن بتاعت الموديول والريسايز وهكذا، كل الحاجات اللي كانت مطلوبه في الفيتشرز بتاعت البروجكت. من بعد كده بقيت كل يوم ببص كوميت في البرانش بتاعي.
كل يوم بقيت ببعت الكومنت ده للمنتور اللي يبص عليه وهكذا. ابتدى المنتور يديني ريفيوز على اللي انا كاتبه وانا بعدل وهكذا. في مشكله دخلت في نص البروجكت، ان انا اكتشفت ان الموديول بتاعي فشل، او مش الموديول، البروتوكول فشل، مش بيعمل حاجه من الحاجات اللي احنا كنا فاكرين ان هو بيعملها، مش بيعمل موضوع الامبيدنج ده بشكل كويس. فدي كانت مشكله في نص البروجكت. عملت لها حل زي ورك اراوند وعجب المنتور. ما كانش حل يعني كلين يعني بصراحه، بس هو عجب المنتور لان هو كان شغال بيقدم مطلوب. بس لما صدمتنا الميرج ريكوست، يعني في حد من السينيور ممبرز بتوع في ال سي اعترض يعني جامد على الحل ده. قال لا، ان احنا الحل ده مش هينفع، وقال ان الميرج ريكوست بتاعت جيسوس ذات نفسها مش هتتقبل لحد ما يتعمل ريفاكتور للاركتكشر بتاعت الاي بي ايز بتاعت بي ال سي نفسها، بحيث ان الحل بتاعي ده يبقى يعني الحل اللي انا عامله ده هيتحذف منه جزئيه الانتجريشن مع الاي بي اي بتاع في ال سي، ويستعمل الاركتكشر الجديد بتاع في ال سي. فدي كانت يعني باختصار فتره الكودينج بيريود. جزء الريفاكتورنج ده تبع المينتينرز، ما كانش تبع شغلك مظبوط؟ يعني هو المفروض لسه هيحصل وبعدين هيحصل الميرج مظبوط؟ كان في الاول حد من المنتورز اقترح عليا ان انا اخر شهر في الكودينج بيريود ممكن يدوني التاسك بتاعت الريفاكتورنج. بس برضو السينيور ممبرز بتوع في ال سي اعترضوا ان هم لسه ما عندهمش فكره واضحه الاركتكشر بتاع في ال سي هتعمله ريفاكتور ازاي. لسه لحد دلوقتي ما فيش تصور واضح الموضوع ده يحصل ازاي. تمام، يعني فايوه حتى دي. الآن أصلا اه البي ار مش ميرجت، بالظبط، هي لسه اوبن لحد دلوقتي. ولكن عادي البروجرام كان خلص كويس وخلص تمام يعني مظبوط. بالظبط ايوه. طب انا كان عندي سؤال، احنا المفروض في البروبوزل عملنا زي تايم بلان وكده، قد ايه الديدلاينز اللي انت كنت عاملها لنفسك في التايم البلان دي كانت ستريكت ولازم تلتزم بيها، ولا اصلا ربيتها كده وما كملتش عليها؟ لا، من اول يوم اتقابلنا المنتور قال لي انا مش فارق معايا التايم لاين ده، انا اهم حاجه انك انت كل يوم تبعت لي الديلي ابديتس بتاعك انت بتعمل ايه وهكذا. لما كنت مثلا كنت بستك في حته معينه هي مش مهمه هو في البروجكت، زي ان انا شغال مثلا بلعب بحاجه اسمها اكس 11 مثلا. اكس 11 ده زي ويندو مانجر شبه ويلاند، بس ليه سبورت اكتر في ال سي. فلما جينا بعمل كده يومين ورا بعض قال لا ما تعملش كده، ارجع تاني لويلاند، يعني مش محتاج انك انت تبقى كويس في اكس 11 عشان تخلص التاسك. فكان الموضوع كان بيمشي كده، يعني لما يجيني مثلا باخد في حته وقت اكتر من اللازم بيبتدي يتكلم معايا في الميل كده. ما دخلناش ميتنج مع بعض غير مره واحده. تمام جميل. طب عندي سؤال تاني، انت قلت انك خلصت الشغل في قرابة شهرين مظبوط؟ كنت هو بتدي في قرابه شهر يعني حرفيا. شهر. جميل. شهر والميرج ريكوست فضلنا نتناقش فيها اسبوعين. وبعد كده حصلت المشكله دي ان حد دخل في الاخر خالص اتكلم عن الموضوع ده. ففضلنا اسبوعين تانية بنحاول نشوف احنا هنعمل ايه. طيب طب هكمل شغل على الريفاكتورنج ولا هسلم البروجكت كده. طب في الشهر ده كنت مثلا بتدي المشروع قد ايه من وقتك؟ كنت معتبر ان انا شغال زي فول تايم جوب كده، او ما كانتش فول تايم قوي، يعني مثلا ممكن نقول 6 ساعات في اليوم. كانت في ايام مثلا لما كنت بديبج جامد خالص كنت مثلا بفضل 10 ساعات شغال. كافرج ممكن نقول 6 ساعات في اليوم مثلا. وفي يعني بقينا فول تايم، يعني نقدر نقول ان يعتبر، ولكن في يومين ويكندز وخمس ايام مثلا شغالين، بس شغالين في البروجكت. انا في حالتي كنت بشتغل في الويكند، ان انا كنت قاعد في البيت عادي يعني، فبشتغل في اوكي. الويكند. اوكي جميل. طب يا زياد، كلمنا اكتر عن فترة البروجكت بتاعتك. انا فتره البروجكت بتاعتي لما دخلت معاهم ما بداتش كودنج، الا ما بدات او بداتش في المشروع ان انا افكر بقى هعمل ايه في المشروع اللي انا اتقابلت فيه ده، الا بعد الميتنج اللي كان مع المينتورز. في ميتنج كده عملوه معايا ودخلوا شرحوا لي الوضع وقالوا لي انت هتعمل ايه بالظبط والحاجات اللي هتساعدك واحد اتنين تلاته الى اخره يعني. وكانوا عملوا لي كانوا عاملين كده اللي فيها حاجه حاطين فيها التايم تيبل. بس بعتوا لي بس ان التايم تيبل بتاعك اللي انت عملته كده، بس هو برضه زي عبد الرحمن هو مش حاجه مهمه يعني. انت يهمنا انك تخلص المشروع ده في الاخر. خصوصا ان انا التايم تيبل ده كان فيه سيكشنز كتيره جدا جدا انا ما كنتش فاهم انها مش تخصصي، ده حاجات تيم تاني اللي هو التيم اليو اي هو المسؤول من الحاجات دي مش انا.
بعد كده بقى بدات فتره الكوميونتي بوندنج ممكن بيريود. توضح الجزئية دي أكتر؟ ليه التايم تيبل لتيم تاني؟ هو المفروض البروجكت بتاعك، فوضح أكتر النقطة دي. من الحاجات مثلا اللي انا كنت عاملها ان انا اظبط شكل الشانلز اللي هتظهر في اليو اي، اللي هتظهر في ال سي. بيكون في صوره، مثلا صوره للشانل دي، برضه صوره للدوله لما تظهر، اول ما تفتحها يفتح لك كل الدول وصور الدول تظهر. فانا كنت بستعمل ثيرد بارتي ويب سايت، بعمل اي بي اي فيها الايكونز الدول. في الاخر الموضوع ده يعني في الاخر خالص قررنا ان ده مش مشكلتي يعني. برضو من المشاكل التانية اللي انا كنت حاططها في تايم تيبل، ان انا المفروض ان انا في الاخر هظبط الشكل ده بحيث انه يكون compatible، مع الماك او اس، وبالتالي الايفونات وبرضو الويندوز واللينكس. لما وصلت المشكله دي وكلمتهم قالوا لي لا، دي الحاجه دي مش بتاعتك، الحاجه دي بتاعت تيم اليو اي، يعني ما تتدخلش فيها. وبرضه كان في حاجه اضافيه من متطلبات المشروع اصلا، ان اليوزر يعرف ياد اي شانل كفيفورت. لما كلمتهم في الموضوع ده قالوا لي سيب الموضوع ده برضه، لانه ده كنت ضايفه انا في تايم تيبل. قالوا لي الموضوع ده احنا شايفين انه يعني اكتر تخصص اليو اي تيم، فانت اشتغل بس في المشروع بتاعك. يعني نقدر نقول إن أصلا أنت كنت ضايف حاجات كتيرة مش related بالمشروع بتاعك في التايم تيبل، فبالتالي اه، انا كنت ضايف مثلا ان انا احل مشاكل اي اي، ان انا احل مشاكل الكومباتيبيلتي والحاجات دي. فإن لما دخلت بقى اكتشفت ان الحاجات دي اصلا مش مطلوبه مني. تمام. اوكي، طب فترة الكوميونيتي بوندنج والكودينج فيز كانت مشيت ازاي؟ آه انا اول حاجه بعد الميتنج ده ادوني فكره ان انا ابدا منين. قالوا لي ده في نبدا فترة منين. الكوميونيتي بوندنج، مظبوط؟ لما دخلت معاهم الميتنج فهمت انا هبدا منين، مش اكتر من كده، لان للاسف الشخص اللي انا كنت داخل على منتور واحد اللي هو فيليكس، ولكن فيديو لان بتضيف منتور تاني مع المنتور الاساسي عشان لو حصل مشكله وما ردش وكده. اللي دخل هما الاثنين دخلوا معايا الميتنج، ولكن اللي كان بيتكلم هو الشخص الثاني، والشخص الثاني اصلا فرنسي، فاللهجه بتاعته كانت يعني صعبه. بما فيه الكفايه ان انا كنت ما بفهمش انه بيسالني الا لما يسكتوا كده، فانا بعرف ان في سؤال، في سؤال اوكي. يتسال. اوكي. بس انا من خلال الميتنج ده عرفت انا هبدا منين. هو شرح لي ان انا هحط الفايل بتاع ده هي في المكان ده، وعندك مثلا مديول شبهه، يعني في حاجات انت هتستعملها زي ما المديول ده استعملها. فانا بدات الكوميونتي بيريد كلها، كوميونتي بيلدينج بيريد كلها انا افهم الحاجات دي. في اصلا سيرفيس ديسكفريز كتيره في فيديو لان انا عايز افهمها كلها، بحيث ان انا لما ابدا الكودنج بيريد اعرف ابدا اعمل كود. خصوصا زي ما عبد الرحمن قال، رئيس الفيديو لان بعت ايميل لكل الناس في الاول، قال لهم انتوا كل يوم لازم تبعتوا ايميل فيه انت عملت ايه النهارده للمنتورز بتوعك، وتعمل لي تضيفني في الايميل يعني عشان يوصل لي. فانا كنت عايز افهم عشان ما يعديش عليا يوم ما اشتغلش فيه. طبعا في الاخر كنت في ايه ما بعتش فيها ايميلات عادي، ما حدش بيركز قوي، بس يعني في الفتره الاولى دي فهمت انا المفروض اعمل ايه بالظبط. وكمان في الفتره دي بدات اكتب كود، ولكن بسيط جدا، بس ما كنتش بقول لهم يعني، لأن هم قالوا لي فتره الكوميونتي بيريد مش مطلوب منك كود. بعد كده لما بدا الكود بيريد، بدات الحاجات اللي انا فهمتها دي احطها حاجه حاجه واظبطها، واعملها في الفورك بتاعتي الابلكيشن ده، وابعت لهم يعني كل شويه سكرين شوت للمشروع شغال ازاي، انا وصلت لكده وصلت لكده. حرفيا فكره ان انا اضيف راديو في فيديو لان كانت سهله جدا وخلصت في وقت قياسي. انا بتكلم على فكره ان انا اضيف راديو في فيديو لان، خلصت في حوالي اعتقد ممكن اقول مثلا اسبوع لاسبوعين. لكن المشاكل اللي بعد كده كانت مشاكل 90% عباره عن بيرفورمانس. على سبيل المثال، السيرفيس اللي انا باخد منها الشانلز كان فيها حوالي 60,000 شانل على مستوى الدول العالم. انا في الاول كنت بعمل ان انا يوزر اول ما يفتح السيرفيس ده، فانت هتبعت اول حاجه هتبعت ريكويست لكل الدول. فانت عندك كده 200 وشويه ريكويست بيتبعتوا. بعد كده اعمل لي ريكويست لكل دوله، شوف التشانلز اللي عندها عشان تضيفهم في الفولدر. فكان الواحد لما يفتح الفيديو اللي انا عامله كان بيقعد فتره كبيره جدا جدا لحد ما التشانلز كلها تروح. ما كانش بيحصل لك لان الفيديو اللي انا شغال ثريدنج، فكان ثريد اليو اي غير الثريد اللي شغال في الفيديو. بعد كده بدأنا نحل المشاكل دي واحدة ورا واحدة. فأول حل أنا عملته
ان انا قلت لا خلاص، انا بدل ما اعمل ريكويست لكل دوله، انا كده حاسس ان انا بضيع ريسورسز كتيره جدا، لان موضوع ان انا ابعت ريكويست بياخد وقت كبير، عكس لما اكون انا بعمل عمليات حسابيه لوكال على الجهاز. فبدات بقى استعمل حاجات الكومبيتيتيف بروجرامنج. انا عندي 200 وشويه دوله، وكل دوله في الكود بتاعها عباره عن حرفين، فانا رحت عامل 26 اري، وده هتضيف في كل مكان في الكود ده دوله، واعمل ريكوست واحد بس للدول كلها. الموضوع كان بطيء لان انا كنت بلود الداتا من السيرفر بصيغه جيسون، فانا كنت بلود يعني حوالي 60,000 تشانل في ملف جيسون واحد، واعمل له بروسيس كامل عشان افهمه، وبعدين بعد كده اقلب عليهم تشانل ورا تشانل واشوف انا هضيف في اي دوله. عملت الموضوع ده وعملت له ضفته في الكود وكل حاجه تمام. بس برضه هم كانوا شايفين ان في مشكله، احنا اليوزر برضه بياخد وقت كبير جدا في تشانلز اصلا بتقول له يعني تعمل مشكله ان انا مثلا كزياد من مصر، انا مش عايز اشوف التشانلز اللي في المانيا على سبيل المثال. طبعا وقتها ما كانش عندي حل لحاجه زي كده. اكتشفت بعد كده ان السيرفر الموقع اللي هو الاي بي اي بيقدم ان انت ممكن تلود الداتا، تريتريف الداتا باي صيغه انت عايزها. آه، ما الموضوع ده ما فادنيش اكتر لما ما اكتشفت ان فيديو لان عندهم الريكوست، ممكن تريكوست تلود كل حاجه مره واحده، ممكن تريكوست تلود لاين باي لاين. حرفيا حاجه زي كده خلتني احول موضوع ان انا اعمل ريكوست كبير جدا ياخد وقت كبير جدا، بياخد حوالي دقيقتين بلود التشانلز، لحوالي 20 ثانيه بلود كل التشانلز، بمجرد ان انا اتحولت من جيسون لسي اس سي لسي طب اس في. انا عندي سؤال في النقطة دي. انت اوريدي قضيت وقت كويس في المشكلة دي، وبعدين اكتشفت ان الحل اوريدي موجود. فهل اللي ساعدك فيه كان المنتور مثلا نبهك لحاجة شبه كده، ولا لا انت اكتشفته مع نفسك؟ ولو مش نبهك، يعني انا مستغربة ازاي انت اوريدي كنت بتبعتوا ميلز يوميا بالابديتس. هو المشكله كانت ان انا حل المشكله اللي هو كان عايزه غير حل المشكله اللي انا حليتها. طبعا الحل اللي عندي ساعات كتير جدا، وفي الاخر عملت الحل اللي هو عايزه، لان دي لير اعلى بتعمل اوبتمايزيشن احسن. ولكن فكره ان انا استعمل سي اس في من الموقع، واستعمل فانكشنز عندهم بتريد لاين باي لاين، دي انا قررت استعملها. والفتره دي كنت بنيت، يعني قعدنا فتره كبيره جدا من المشروع في الريفيو، انا والناس الكونتريبيوتورز في الاورجنايزيشن، بنحل في مشكله ان انا كنت عامل سي اس في ريدر بلغه سي بنفسي. انا هدخلك اللاين، عايزك تريد الفيلد وهتظبطها على شكل ازاي في الموضوع ده. فانا معلش يعني يا يزيد، فكره انا عايزة النقطة دي بس توضح اكتر. انت كان قصدك ايه بالحل اللي هو كان عايزه وغير اللي انا كنت عايزه؟ يعني انت قشطة هم خلاص. عندهم هم عندهم عايزين ان انا زياد مثلا هيفتح في ال سي وهيفتح الراديو، هو عايز ان انا مش الود كل التشانلز، انا عايز الود التشانل اللي اليوزر هيفتحه. اوكي. هو قال على حاجه زي كده، ولكن انا لما اكتشفت الحل الثاني قلت قد يكون ده كافي، لان انا مش فاهم الحاجه الاولى دي هتتعمل ازاي، ما كنتش فاهم انها موجوده اصلا في فيديو لاب. اوكي، وانت كنت كملت في الحل التاني اللي انت اقترحته هو الحل ده فترة؟ كان يعني حتى هو حل مهم، لان اصلا انا شايف انه عمل اوبتمايزيشن عالي جدا يعني. امم بس هو المنتور ما كانش عنده كومنت عليه، اللي هو لا عادي كمل طالما انت اه، هو شايفه انا لما كويس. دخلت فيه وبدات اعمل سي اس في ريدر والكلام ده، هم كانوا بيساعدوني في حاجه زي كده، يعني محدش اعترض خالص. تمام جميل. بس انا حاسه ان انا تهت في الحته دي، اللي هو احنا كنا بنتكلم عن جزئيه معينه انت قضيت فيها وقت طويل، وبعدين اكتشفت ان الجيسون انت ممكن تقراه لاين باي لاين وخلافه، وده حل لك المشكله دي. فانا كنت بتكلم. اقرا الداتا من السيرفر كسي اس في لاين باي لاين. اوكي تمام. ال الفكره دي كان المنتور اللي نبهك ليها ولا لا؟ لا، ده انا اكتشفتها مع نفسي صراحه. تمام جميل. تمام اوكي، ممكن انا تتكلم. حرفيا يعني لو حد شاف الريبورت بتاعي كنت حاطط اللينك نوشن في حل المشاكل دي، مشكله ولا مشكله، هي كانت قصه يعني. كل سيكشن انا كاتب انا عملت اوبتمايزيشن واستعملت ايه بالظبط، لان المشروع كله انا زي ما قلت في الاول اسبوع وشويه خلصت ان انا بضيف راديو في في ال سي. بقيت بقى فتره ممكن نقول شهرين او شهر وشويه شغال على المشروع، ان انا بعمل اوبتمايزيشن وبحل مشاكل. طب انت كنت قلت ان انت في النص احتجت تقرأ كتاب تقريبا، فكلمنا لا، اكتر ده عن بعد الكتاب. ما ممكن نقول على الموضوع ده، ان انا بعد ما خلصت المشروع، هما لما خلصت خالص
بعت ايميل، لان في الاخر ثواني بس. الفتره دي خلصت المشروع خالص. بعت لي رئيس البي ال سي اسمه جي بي اعتقد، ده الانيشالز النيمز بتاعته، هو بيبعت ايميل كده. كنت بعت ان انا خلصت خلاص، والمفروض انت تشوف في مشكله في الميرج ريكوست، يا اما تعملوا اكسبت، يعني تعملوا ميرج للريكوست. لحد ما هو بعت لي بقى، قال لي انت مفيش حاجه تانية تعملها؟ قلت له لا مفيش حاجه. فقال لي طيب احنا عايزين نضيف حاجه، ان اليوزر ده او الناس اللي هتستعمل في ال سي لما يدخل يستعمل السيرفيس بتاعت الراديو ما يتصلش بالسيرفر مباشر، يتصل على بروكسي احنا عاملينه، واحنا نتصل بالسيرفر عشان نضيف لاير برايفسي للناس اللي هتستعمل الفي ال سي. في الاول انا فهمت الموضوع، عملته ابلكيشن نوت جي اس وبعته له. قال لي طيب احنا نشتغل اكتر يعني بلغه جو، فانا عايزك تعمل لي الموضوع ده بلغه جو. طبعا الموضوع ده كله اكيد يعني كان اختياري، انا لو قلت له من الاول انا مش هشتغل فانا 100% ماشي تمام، ما طلعتش بره القوانين اللي جيسوك عاملينها. بدات بقى فتره طب انت قراءه ليه الكتاب ده. انا كملت؟ ليه كملت؟ انا عايز اكمل، انا عايز اتعلم، انا حسيت ان انا خلصت المشروع كده وعندي شهر كامل، هعمل في ايه؟ انا عايز اتعلم، عايز اتعلم اي حاجه، خصوصا لما يكون عندي منتور مستني مني حاجه، دي بتدي دافع قوي للشخص انه يتعلم. اوكي، تمام. فبدات بقى قرات الكتاب بالجو. كان صعب شويه، وعملت لهم حاجه زي بروكسي سيرفر كده، وعملت الريبو وظبطت الدنيا كلها وجبتهم. كان فاضل اعتقد اسبوعين، اخر اسبوعين دول حرفيا ما كنتش بعمل حاجه، كنت بس مستني الفاينل ايفالويشن، والحمد لله عديت فيها. كنت بخلص المشروع معمول له ميرج من قبل ما الفتره تخلص بشهر. طب جميل. برضو ما كانش في ميتينجز زي عبد الرحمن غير الاول ميتينج ده، مظبوط؟ انا عندي ما كانش في غير ميتنج بس في الاول، بس انا كان في حاجه تانية عبد الرحمن، ممكن تكون طريقه التواصل مع المنتورز بتوعه مختلفه. انا قبل ما ابعتوا الايميل بتاع يا جماعه في سيرفر ديسكورد تدخلوه كلكم، بعت المنتور بتاعي قلت له الكوميونتي بيريد بدات، الكوميونتي بوندنج بيريد بدات، فانا مش عارف اتواصل معاكم ازاي بعد كده. فهو بعت لي سيرفر الديسكورد. طبعا سيرفر ديسكورد في ناس من السنين اللي فاتت والناس اللي بعد كده هتدخل فيه، فرحت انا عامل جروب على الديسكورد، ضفته وضفت الشخص الثاني هو منتور الثاني، وبقت طريقه التواصل اللي بينا يعني حرفيا كان شات، كان كل شويه ابعت عليه رسائل هم يردوا على الديسكورد في جروب ما فيش فيه حد غير احنا الثلاثه. حتى كان لما يحصل مشاكل، يعني كان في مرحله معينه، حد من تيم اليو اي قال في مشكله في الصور بتاعت التشانلز ما بتظهرش كويس في حاجه معينه، فانا ما اتكلمتش معاه، دخلت على الجروب قلت لهم يا جماعه الوضع ده انا مش عارف ايه اللي هيحصل. ففيليكس المنتور الاساسي بتاعي قال لي كمل زي ما انت، انا الحاجه دي شغاله عندي، ولو في مشكله المشكله من عند اليو اي. طريقه التواصل كان ديسكورد كان اكثر من كافيه، يعني احسن من اننا ندخل ميتنجز كل شويه. انا حرفيا ما دخلتش معاهم ميتنج غير اول سنه، اول ميتنج بس. تمام، جميل. طبعا احسن، أنا مش هنسمع الاكسنت الفرنسي يعني. بس اوكي. بالظبط، انا عشان نفهم اكتر الشات احسن، وبرضه انا بفضل يعني الايميل، انا ما كنتش ببعت ايميل في حاجه تكنيكال خالص، انا كنت ببعت الايميل قد فيه انفورميشن، زي مايلستون انا وصلت الحاجه الفلانيه بس، ولكن كتواصل انا ما كنتش بستعمل حاجه غير الديسكورد، يعني كنت شايفه كافي. تمام، جميل. طيب بالنسبة الوقت اللي انت كنت بتحطه في المشروع وكده، انت اوريدي خلصته بسرعة، فخلصته بسرعة انك كنت شغال برضو فول تايم زي عبد الرحمن كده، ولا كنت بتديله قد ايه؟ هو فول تايم، هم اصلا جيسوك بيقول لك انت هتشتغل على معانا فول تايم، فانا صراحه كنت حابب ان انا الحاجه اللي انا اتفقت عليها مع اورجانيزيشن زي جوجل سمر اوف كود، ان انا احاول امشي عليها صح. طبعا انت مش مطالب كشخص انك، لان محدش بيراقبك في الاول وفي الاخر، انك تشتغل كل يوم 8 ساعات، ولكن انا كان كل يوم ببدا يومي، ما اشتغلتش، انا مش فاكر ان انا اشتغلت 8 ساعات يوم كامل، لان انا كنت حاطط لنفسي مواعيد معينه، انا هبدا شغل الساعه 9 خلص الساعه 2، بعد كده ما اشتغلش خالص. حتى ايام الاجازات انا قلت لهم انا هعتمد على ايام الاجازات بتاعتكم في اوروبا عشان اعرف التواصل يكون احسن معاهم، فكنت باخد السبت والحد اجازه. مم. انا من يوم الجمعه بالليل في مره يعني حتى بعتوا لي ايميلات انا ما ردتش عليها غير يوم الاثنين، انا حاولت اعمل توازن. بالظبط والله. حاولت اعمل توازن ان انا عايز اظبط اموري مع شغلي ده كانه فول تايم، كاني شغال في شركه. فانا اوكي. قلت لنفسي انا هدي نفسي اوقات شغل، والاوقات اللي بره الشغل ده انا عايز افصل تماما من المشروع ده. اعتقد ده حاجه برضو ساعدتني ان انا يعني
اعرف كونتريبيوت بشكل كويس للاورجنايزيشن يعني. وهم حتى لما حد يبعت لي ايميل في وقت زي كده ما كانش حد بيتكلم في ايام الاجازات، هو عارف ان اوريدي انا قايل له من اول البروجرام ان انا هاخد الاجازات بتاعت كذا. وحاجه تانيه برضو، انا عملت لهم اول ما بدات خالص، انا كنت مشارك في الاي سي بي سي اخر سنه ليا في الكليه، وكنت جادج في يومين، فانا حرفيا في اسبوع كامل ما رحتش فيه. وحاجه تانيه زي الامتحانات برضه انا مش هعرف اعمل حاجه للجيسوف في امتحانات اخر سنه. فانا اول ما بدات كده رحت عامل فايل جوجل شيت، حطيت فيه كل المواعيد دي. مثلا انا عندي يوم الامتحان، اليوم اللي قبل الامتحان ده مش هشتغل يا جماعه. انا عندي برضو اسبوع اللي هو اي سي بي سي كله مش هشتغل فيه خالص، بالاضافه الى يوم قبله ويوم بعد، لان انا كده هكون مسافر اسكندريه وكده. وبعت لهم بالشيت ده. طبعا هم تفهموا، وهم شافوا ان دي حاجه كويسه جدا ان انا بقول لهم الايام اللي هشتغل فيها، الايام مش هشتغل فيها. وكنت محدد في الشيت ده كل حاجه، ايام الشغل اللي انا هشتغلها كام يوم بالظبط، ايام الشغل الايام الاجازات اللي انا خدتها بره ايام الجمعه والسبت، لان انا كنت في الكليه عندي امتحانات يوم السبت، فانا كنت باخد اسف، عندي امتحانات يوم الاحد، وكنت باخد اصلا السبت والحد اجازه، اللي هم اصلا اوريدي اجازه. فانا حددت لهم حاجه في الشيت ان انا الاجازات اللي انتم شايفينها اكتب دي حرفيا هتخصم مثلا من الايام اللي انا المفروض اشتغل فيها 8 10 ايام توتال. هم رحبوا بحاجه زي كده جدا. ولما كنت بطلب منهم يوم زياده ان انا مش هشتغل، فهم كانوا عادي يعني، لان انا منظم اموري. وده حاجه يعني انا برضه بنصح بها اي حد لما يدخل جيسوك، حاول تكون منظم باقصى ما يمكن، حاول تكون منظم لانك عشان ترتاح وتريح المنتور اللي معاك. هو الحقيقة بالنسبة لحتة أيام الأجازات والفترة اللي احنا هنضطر ناخد فيها بريك وخلافه، يمكن في اللي أنا شفته في عادة بنضيفها في البروبوزل أصلا، اللي هو أنا الفترة دي أنا مش هكون متاح وخلافه فبتضاف. لكن انتوا حالتكم كانت مختلفة شوية، أو انت كزياد حالتك كانت مختلفة شوية، اللي هو ما ضفتهاش والناس accepted عادي ان انت تكلمهم في النقطة دي بعدها، ودي هو اصلا عايز اقول حاجه، انه اصلا جوجل ما بتقولش للشخص انك تكلم المنتورز بتوعك في ايام الاجازات غير لما حد يكون اكسبتد، وبعتوا له ايميل بينصحوه فيه انه يتكلم مع المنتور في الايام دي. مم. تمام جميل. طيب أنا كان عندي سؤال بالنسبة للحجم المشروع بتاعكم، انتوا الاتنين كان مشروعكم ميديوم ولا كان مشروع قد ايه؟ انا كنت ميديا. ميديوم، وعبد الرحمن برضو كان ميديوم. اه ميديا. آه، فعموما فيديو لان المشاريع فيها يا اما ميديا يا اما هارد في الشيز يعني. تمام جميل. طب وعدد الساعات أساسا بتاعة المشروع بتاعكم كان لونج ولا كان أنهي عدد ساعات؟ اصل انا استغربت للنقطه بتاعت ان جوجل سمر اوف كود بتطلب فول تايم كوميتمنت، انا ما كانش عندي المعلومه دي، وكان فكري انها بتدبند على عدد ساعات المشروع بتاعك. هو في 3 سايزز للمشروع اللي هو المشروع مم. الصغير، ف يعني كلموني اكتر النقطه دي كانت عامله ازاي. هو انا فاكر وانا بريد معلومات من على جيسوك ان هو كان كاتبين ان الشخص اللي هيدخل احنا منتظمين انه يشتغل فول تايم في المشروع اوكي. ده، ما يكونش فيه انترن تاني مثلا من بره. ودي مكتوبه حرفيا يعني، مش مكتوبه نون فيربال رولز، لا هو مكتوب ان انت لما تدخل جيسوك انت ما ينفعش تكون شغال في انترن بره او تعمل اي تدريب تاني. أم هو ما حدش هيعرف لو حد عمل حاجه زي كده مش عارفه، لكن هم بيقولوا لك احنا منتظرين منك كوميتمنت عباره عن كذا. هو الحقيقة أنا ممكن أختلف شوية مع النقطة دي، لأن جيسوك أصلا فيها اوبشن اكستنشن للفترة، بدل ما هي تكون 3 شهور تقريبا تخليها 5 شهور أو 6 شهور. ودي بتكون في حالة ان انت committed لحاجة تانية تقدر تطلب الاكستنشن ده. فممكن يكون الموضوع ده related بفيديو لان، لكن جيسوك بشكل عام لا، هي فيها لا، ممكن تطلب extension لو انت عندك commitments تانية. مش هنختلف صراحه، بس اللي انا فاكره ان انا قراته ان الشخص المفروض كوميتمنت تكون فول تايم، بالاضافه ان لو في اكستنشن بتكون من المشروع، يعني انا اشتغلت على المشروع ده عايز حاجه اضافيه. تمام. تمام. هنزود لك وقت. بالظبط انا فاكر برضو ان انا قريت حاجه زي كده برضو. اوكي، يعني هو ممكن تكون الاكستنشن، يعني ممكن المعلومة انا تكون عندي غلط، واللي هو الاكستنشن دي بتطلب لو انت محتاج وقت تاني للمشروع، مش معنى كده ان انت بتطلبها لو اه عندك لو بريك مثلا او كده. المشروع ده انا وصلت الفاينل ايفالويشن، والمفروض انهم يقيموا، بس انا كنت شغال والتقييم بس اللي انا وصلت له في المشروع مش كفايه ان هم يدينا فاينل ايفالويشن، فهم بيعملوا اكستنشن للمشروع لوقت كافي ان انا اشتغل على المشروع ده تاني. ولكن اكستنشن عشان في حاجه تانيه، انا اصلا انا فاكر صراحه، مش عايزين ندخل في موضوع قوي لان خلاص الحاجه دي اوكي، من سنه. هي سهلة ان احنا نجيبها من الويب سايت، وممكن انا اكون غلطانة عليها ممكن يمكن.
انا ماشي. يمكن عندي التصور ده علشان يعني اعرف ناس كتيره كانت شغاله اوريدي فول تايم مع جوجل سمر اوف كود، فيمكن جالي التصور من كده، بس هم طلبوا اكستنشن الحقيقه. بس اوكي، مش هنختلف، نقدر نشوفها في الويب سايت. تمام. آه ماشي. انتوا خلصتوا مشروعكم اصلا بدري، فبالنسبه لان في ميد ايفالويشن وفاينل ايفالويشن، كنتوا ملتزمين بالتوقيت بتاعهم ولا لا كنتوا ماشيين بتوقيت مختلف؟ هو في حالتي مثلا الميد كان بعد شهر من بدايه البروجكت، كنت يعني خلصت امبلمنتيشن وعملت الميرج ريكويست، عملت على الريبو الرئيسيه. الفاينل ايفالويشن بعد ما الترم اصلا اغلب كانوا اسبوعين، بس شغال بريفاكتور وبحذف في حياته وبصلح باجز الناس بتقول عليها، واسبوعين تانيين بحاول اتناقش بس هل انا اكمل زياده هنا، او الميرج ريكويست بتاعي هيتقبل ولا لا، كل الفكره. بس برضو لازم الناس تلاحظ حاجه، ان انا كنت شهرين بس البروجكت بتاع ميديوم، فده خلى الترم ايفالويشن بتاعي يبقى بعد شهر من بدايه البروجكت، والفاينل ايفالويشن برضو بعد الترم بشهر، فانا يعتبر خلصت في بدايه شهر 8. وبقى برضو انا كانت حاجه بالنسبه لي كويسه وقتها، بسبب ان انا برضو زي زياده، انا كنت رايح الاي سي بي سي، كنت رايح جادج، كنت رايح كوتش برضه، وكنت عندي تقديم على الجيش، وكان عندي بلاوي في بدايه شهر 8. فاللي هو انا كنت بحاول ازوج الدنيا فعلا بحيث ان انا اخلص البروجكت بتاعي كله قبل 8. انا عايزه اضيف كومنت هنا related بنقطه الكومبتيتيف بروجرامينج وكده. بما انك كنت بعت المنتور بتاعك الاول خبرتك في الكومبتيتيف بروجرامينج وهو كان شافها حاجه مش كويسه، اوريدي زياد استفاد من الكومبتيتيف بروجرامينج في مشروع يعني فمش شرط. بالظبط. لا، هو ما كانش شايف هو خبرتي. ممكن يكون كان فاهم الكومبيتيتيف بروجرامنج ده حاجه كومبيتيتيف، بس لا، مش هو مش كده. انا عبرت عن الموضوع غلط، انا قلت له ان انا شخص كومباتيف، هو قال لي ان لا، دي مش حاجه كويسه. انا في البروجكت هنا ايه، بروجكت اوبن سورس بنتعاون مع بعض، انت لو داخل كومبيتيشن مع الناس هنا، انت مش دي حاجه كويسه يعني. لكن هو ما كانش، بالعكس هو كان حابب الاكسبيرينس بتاعتي، حابب المشاريع اللي في السي في بتاعي، كان شايف ان انا عندي سي وسي بلس بلس سكيلز كويسه خالص كده يعني. لكن هو ما كانش ضد الكومباتيف بروجرامينج بشكل عام يعني. اوكي جميل. طيب احنا كده يعتبر خلصنا كلام عن جوجل سمر اوف كود. كنت عايزة أسألكوا سؤال أخير. جيسوك بالنسبة لكم ضافت لكم ايه، وهل هي شايفينها worth it؟ انا بالنسبه لي حاجه مهمه جدا المفروض الناس كلها تجربها. انا عايز اقول ان انا لما دخلت جيسوك اصلا ما كنتش مديها اهتمام ان انا اتقبل او ما اتقبلش. ممكن ده يبان من البروبوزال بتاعي. انا كنت ضايف معلومات عامه وحاجات بسيطه، قلت اجرب في البروجرام ده هل هتقبل فيه ولا لا. اصلا اللي جاب لي خبر ان انا اتقبلت ان انا اصلا يعني كان فتره الايميلات اتبعتت وانا ما كنتش مركز، فاللي جاب لي الخبر ده واحد يعني صاحبي، عز الدين نبيل بالمناسبه، هو في اكتيف كورسز، هو اللي قال لي انت اتقبلت يعني في شيسوك. بعد كده انا لما دخلت في الموضوع فهو صراحه حاجه مهمه جدا يعني. لو حد هيشتغل في الشركه وهو دخل جيسوك، فانت حرفيا كانك كنت شغال قبل كده، انت واحد طالب عندك اكسبيرينس حد شغال في شركه كبيره. وانا هنا بتكلم في اورجانيزيشن بحجم مثلا بوست جريس، اورجانيزيشن بحجم كروميوم. يعني على سبيل المثال لو شخص مثلا اشتغل في كروميوم مثلا وعايز يجي يشتغل عندي في حاجه لها علاقه بالويب، يعني اذا كان باك اند او فرونت اند، اكيد انا هشغل الشخص ده. الشخص ده اللي اشتغل في حاجه مستعمله يمكن نقول مثلا 70% من الويب بيستعملها. بوست جريس على سبيل المثال انا ممكن اشغل حد عندي في متخصص في الداتابيز مجرد انه اصلا اشتغل في بوست جريس. يعني انا مش هشغل واحد يوزر للتكنولوجي دي، لا انا هشغل حد اشتغل، حد من الديفلوبرز، حد ضاف في الاورجنايزيشن في التول اللي هو هيستعملها بعد كده. فهي بتدي دفعه قويه جدا في السي في او الشركه اللي انت هتشتغل فيها. وبرضه يعني بالنسبه لي غيرت تفكيري تماما بالنسبه للشغل. كانت اصلا يمكن دي المره الاولى انا عملت كونتريبيوشنز كتير زي ما قلت في الاول لمواقع ريفيوز ثانيه، ولكن دي المره الاولى في حياتي ان انا ادخل في نقاش مع حد في ريفيو على ميرج ريكوست انا عامله، ونفضل نتناقش واحل مشاكل وكلام زي كده. فغيرت يعني كان تغيير كبير بالنسبه لطريقه تفكيري ازاي الشركات بتشتغل، ازاي بنطلع برودكت في الاخر مع ناس انا شغال معاهم بس. يعني الكلام اللي بينا مثلا نقول ايميلات بس، وانا من خلال الايميلات اللي ببعتها لهم والنقاش ده هنطلع ببرودكت في الاخر.
يعني نقدر نقول إنها ادتك فكرة عن بيئة العمل بتكون عاملة إزاي بشكل أو بآخر. بالظبط. برضه بالظبط. ادتك تعرض أكبر للأوبن سورس ومشاريعه والتجربة بتاعة الأوبن سورس بشكل عام. ويمكن انت اتكلمت عن كروميوم وبوست جريس كأمثلة، ولكن فيديو لان نفسها اللي انت كنت فيها ستيل هتبوست السي في بتاعك، لان انت قدرت انك تضيف سيكشن اكسبيرينس في السي في بتاعك بيها. بالظبط. طيب جميل. هل عندك اي اضافة يا عبد الرحمن؟ بالظبط، يعني لو استثنينا السكيلز والنولج والاكسبيرينس اللي انت بتاخدها من جيسوك، مثلا انا في الشركه بتاعتي حاليا لما كنت بقدم كل الانترفيوهات التكنيكال اللي دخلتها، كان اول حاجه لما اي حد بيفتح السي في يقول لي احكي لنا عن الاوبن سورس كونتريبيوشن بتاعتك، ايه اللي عملته، ايه اللي استفدته، ايه اللي هكذا. وبالمناسبه يعني انا اصلا في الشركه حاليا المانجر بتاعي شخص جبل في جيسوك اصلا زمان، يعني جبل في جيسوك سنه 2012. هو اصلا لما انا دخلت التيم بتاعه وبص على السي في بتاعي ولقيني برضه اتقبلت في جيسوك، كان متفائل بيا جدا يعني. وكان يعني هو حاليا اصلا يعني بيديني تاسكات غير باقي الناس اللي في الانبوردنج، يعني انا باخد حاجات اعنف منهم شويه بسبب ان هو شايف ان انا عندي اكسبيرينس عندهم. انا بالفعل اشتغلت على حاجه مش سهله. فبجد يعني موضوع الاوبن سورس الكونتريبيوشن ده بيفرق جامد يعني، وجيسوك خصوصا. احنا كنا قلنا انك شغال في نون تقريبا، مظبوط؟ اه ايوه. طب تمام، جميل جدا. طيب احنا كده يعتبر خلصنا. حد فيكم حابب يضيف في اي حاجة قبل ما نقفل؟ انا عايز اضيف حاجه مهمه جدا. انا في الفتره الاخيره في ناس كلموني ما اعرفش، حاجه ما كنتش متخيل انها بتحصل. الناس يقولوا لي عايزينك تكون منتور لتقديم وقت الجيسوك. وبرضه من الحاجات اللي الناس بتكون متخيلها ان انا عايز ادخل جيسوك، ايه الاكسبيرينس اللي عايزه تكون عندي، ايه الحاجات اللي انا اكون متعلمها. هو حرفيا الجيسوك بتقول لك قدم بروبوزال، ما تقولش فيه حاجه عن نفسك. عبد الرحمن ممكن يكون ضاف لينك سي في في البروبوزال، ولكن انا كل المعلومات اللي في البروبوزال بتاعتي عني، انا اسمي ايه، لينكد ان وجيت هاب بتاعي اهو، وانا التايم زون اللي انا فيه عباره عن كذا، معلومات عامه عني بحيث انه يعرف هو هيشتغل مع مين. ولكن كخبرات انا بعمل ايه تكنيكال وما بعملش ايه، ما اعتقدش اصلا انه، انا حسب يعني فهمي للجيسوك ان هم ما بياكدوش على حاجه زي كده. هو انا عندي واحد زي ما قلت في الاول، انا بعت له ايميل وفهم ان انا شغال وفاهم البيس كود شغال ازاي، الكود بيس شغال ازاي. فخلاص انا ما عنديش مشكله اشغل الشخص ده. فاي حد عنده مثلا طموح ان هو يقدم بعد كده في اي اورجانيزيشن مهما كانت صعبه، ما يصعبش الدنيا على نفسه، ما يقعدش يفكر اكيد في حد احسن مني. ما ممكن يكون حد اصلا شغال في شركه وما يتقبلش في جيسوك عادي، الحاجات اللي عنده مش متطلبه في الاورجانيزيشن. فاي حد عايز يشارك يعمل بروبوزال محترم، ستراكشر متظبط، ويحاول يتارجت اكتر انه يكون فاهم المشروع اللي هو هيعمله، ما يتارجتش هو انا عارف بعرف اعمل ايه. لا، انا دلوقتي مثلا هنتكلم عن فيديو لان عشان احنا حاليا بنتكلم عن فيديو لان. انا فتحت مشاريع في فيديو لان، ان شاء الله الناس المشاريع هتنزل والناس هتدخل تشوفها. انا ما عنديش اي خبره خالص، بس شفت مشروع كويس انا عايز اشتغل فيه. انا هكرس وقت كله ان انا افهم المشروع ده واحط الحاجه دي في البروبوزال. والله لو حد مثلا فاهم داتابيز، عمل 10 مواقع وعمل ابلكيشن ديسكتوب، بس ما اتكلمش عن المشروع اللي هو هيقدم عليه زيك، انت هتتقبل. فما نصعبش الموضوع على نفسنا. انا شايف مشروع في المشروع ده كويس، افهم المشروع واقدم. ما تفكرش ان الناس دي بتبص انا الشخص ده عنده ايه، بيعرف يعمل ايه. هو مش شركه، هو اللي مش بيديك الفلوس اصلا. هو عايز، هو كاورجنايزيشن عايز حد يساعدني في البرودكت الاوبن سورس بتاعي، وجوجل هي اللي هتدفع الفلوس. فهو بالنسبه له انت مش هتكمل معاه شغل، انا هعمل بروجكت واحد وهمشي. انا بقى عايز الشخص اللي بيعرف يعمل البروجكت ده، مش شخص بيعرف يعمل كل حاجه. مش شخص مثلا باك اند عامل 10 مواقع، مش هيهمني. انت هتعمل عندي بروجكت معين بيستعمل لغه سي بس، فخلاص اي اكسبيرينس ثانيه مش مهم بالنسبه لي. فأي حد عايز يقدم ياخد الستيب بصراحة. والله يعني بالنسبة لي اللي كانت ممتعة جدا جدا جدا، حتى لو حد اترفض، البروسيس التجهيز للجيسوك كانت حاجة ممتعة. إن أنا أتواصل مع ناس، إن أنا أروح أشوف ناس، أبعت لها إيميلات، أدخل أتعرف على ناس أنا مش عارفها من دول تانية، إحنا عندنا نفس الاهتمامات. يعني أنا مش عارف ليه شخص ممكن يصعب على نفسه الموضوع. فنصيحتي لأي حد عايز تقدم، ابدأ في الموضوع، ما تصعبش الدنيا على نفسك.
وما تشوفش منتور يعني. ادي الموضوع يعني حاول تساعد نفسك، وحاول تضغط نفسك بحيث انك انت تشوف انت هتوصل لحد فين. انما انا بتهيألي لو حاجه عايز ستودنت زي كده، انت رحت لمنتور، المنتور هيساعدك في 50% من الحاجات، انت ما خدتش العلم الكافي او الافاده الكافيه من البروسيس كلها. فاي حد عايز يقدم يبدا لنفسه، ينسى اي انا والله العظيم فتحت فيديو وانا بقدم، كان فيديو حوالي ساعتين، اتفرجت على 5 دقايق وقفلت وقلت انا هكمل الموضوع ده مع نفسي، والحمد لله اتقبلت. فاي حد عايز يقدم يعني اعتمد على نفسك وتعلم حاجات جديده، حتى لو ما اتقبلتش في الاورجنايزيشنز ما تخليش ده الهدف، خلي الهدف انك اتعلمت ازاي تتواصل مع الناس مش اكتر. جميل جدا والله. يمكن انا حابه اضيف بس على الجزئيه دي، الجزئيه اللي انت بتقول فيها اللي هو انت مش محتاج تحط السي في بتاعك، وده حقيقي في اغلب الاورجنايزيشنز، انت مش محتاج السي في. فده ممكن بيدي فرصة انك يعني، في مشكلة دايما بتقابل الفيش جرادز ان هم عاوزين يقدموا على شغل، يقول لهم احنا عايزين اكسبيرينس. طب ما انا عايزه اشتغل عشان يكون عندي اكسبيرينس. فنقدر نقول ان الجيسوك والبرامج الشبيهة بيها هي اللي بتحل المشكلة دي، اللي هو انا عايز اكسبيرينس علشان ابدأ شغل، والشغل محتاج هكذا. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لحتة المنتورنج وكده، هو يعني جوجل سمر في كود بشكل عام من البرامج اللي تقدر تقول انها مجهود فردي انت بتمشي فيه مع نفسك، لان هي بروجكتس مختلفة. فحتى لو حد هيكون معاك او كده، آه، هو المفروض يعني طبيعي انها مجهود فردي. بس حابة أضيف هنا إن المساعدة اللي هي بقدر أتواصل إزاي، طب أختار الأورجس إزاي، طب يعني أختار البروجكتس إزاي، طب لتسي إن أنا مثلا جديدة على جيت وجيت هاب، أعمل ده إزاي، أركز على البروبوزل إزاي. انتوا ما شاء الله عليكم قدرتوا انكم تمشوا في البروسيس دي لوحدكم، وبالفعل اغلب الناس ماشيه كده. ولكن ستيل حابه اقول هنا ان في السيرفر عندنا في اكتيف كورسز زي عاملين انيشيتيف بنساعد الناس انها يعني الحاجات البسيطة دي بنحاول ان احنا نقدمها لهم. وفي نفس الوقت في أورجس صعبة، يعني حاجات مثلا زي كروميوم. انا انا عارف الموضوع ده، انا اوريدي اصلا دخلت فيه، ولكن انا ممكن اكون عبرت عن الموضوع غلط. فكره ان انا اساعد حد او اوجه حد مختلف على ان انا امشي معاه في البروسيس ب 50%. انا ممكن يكون واحد احطه على الطريق واقول له امشي لوحدك، ده اللي انا بتكلم فيه، ده اللي المفروض يحصل. امم. انما انا اللي انا بعترض عليه فكره ان حد يكون مثلا انا هدخل اقدم وانا معايا شخص ثاني فول باك، اي حاجه هتحصل لي هروح له، كل حاجه هتحصل لي هروح له برضه. انا بعترض على حاجه زي كده، بحس ان الشخص اللي بيمشي بالمبدا ده ما بيتعلمش. لان مش كل يعني فنفترض انك هتشتغل بعد كده، مش دايما هيكون في شخص بيساعدك في كل حاجه، لا انت حاول تواجه الامور بنفسك. واكيد لازم يكون يعني مش شرط، بس لو في حد بيوجهك بس، انا شايف ان ده حاجه جميله جدا. حقيقي، ده حقيقي فعلا. هو بشكل عام جوجل ساوند اوف كود تعتمد على مجهود الفردي. وفي نفس الوقت يعني صعب قوي انك تلاقي هذا المنتور اللي يساعدك في كل حاجة، والبيئة الاوبن سورس اصلا هي بيئة صعبة بطبيعة الحال وبتتطلب الشيء ده. فيعني نقدر نقول ان احنا انبسطنا بوقتكم معانا يا شباب، وان شاء الله الفيديو ده يفيد ناس كتير حابة تقدم على جوجل سمر كود بشكل عام وفيديو لام بشكل خاص. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.